طلاب اولى ثانوي في كل انحاء الجمهوريه، مساء الفل. النهارده باذن الله بطل ميعادنا مع تاني محاضره وتاني ملحمه من ملاحم التاريخ اللي بنقدمها لكل طلبه الجمهوريه على اليوتيوب. باذن الله النهارده ميعادنا مع الحضاره الفينيقيه، ميعادنا مع ساده البحار وملوكهم. اي حته على البحر كان ليها ملك واحد اسمه الحضاره الفينيقيه. خد بالك النهارده هنتكلم عن حضاره في غايه الاهميه والروعه. طبعا ده الجزء بتاع المقدمه لازم سيادتك تبدا بيه. فتعالى كده اقول لسيادتك هنعمل ايه في الحصه. باذن الله النهارده ميعادنا مع الحضاره الفينيقيه زي ما اتكلمنا، هناخد شرح تفصيلي وحل اسئله، هناخد حاجه عظيمه جدا جدا جدا. اولا بشكركم على كل تعليقاتكم الايجابيه على المحاضره اللي فاتت، يعني كنت شايف الكومنتات كلها، بشكركم جدا من قلبي، وده بيدعمنا ان احنا نشتغل اكتر معاك ونطلع افضل ما عندنا. الناس بقت واخده بالها ان الحصه لا حصه حقيقيه، حصه ملحميه، حصه عصريه، لان التاريخ لازم يتقدم بشكل جديد بشكل عصري. ما ينفعش كلمتين وخلاص، لا لازم اقدمه بشكل مختلف، لان هو اللي هيكون مكمل معاك السنه الجايه، سواء انت طالب علمي او طالب ادبي في تانية ثانوي. باذن الله النهارده هناخد المحاضرة رقم 2. المحاضرة الأولى كانت على الحضارة بتاعة العراق القديم، وامبارح كان يوم الأربعاء عندنا امتحان على الفيسبوك. كل أربع من الساعة 5 للساعة 12 على الفيسبوك احنا بننزل فورم عبارة عن امتحان، وهناخد فيه أعلى الدرجات، وهنعمل سحب عشوائي على هدايا كويسة جدا. برضو عايز أفكر سيادتك إن بإذن الله الحل بتاع الحصة دي والحصة اللي فاتت هينزل على المنصة يوم الاثنين الساعة 5 مساء. تاني، الحل بتاع الحصة دي وبتاع الحصه اللي فاتت هينزل يوم الاثنين الساعه 5 مثلا، هنزله على اليوتيوب مش على المنصه. هنزل لك الحل المره دي على اليوتيوب بحيث كله يستفيد. انا كده بحاول اقف معاك بكل الطرق يعني، فما تنسانيش في الدعوه الحلوه وما تبقاش بخيل، واكتب لي في الكومنتات الدعوه بتاعتك، بلاش بخل يعني. طيب باذن الله برضو عايز اكلمك في نقطه في غايه الاهميه. في الكومنتات احنا كنا الاسبوع اللي فات حاطين مجموعه من الاسئله في اخر الحصه، قلنا اكتب في الكومنتات الاجابات بتاعتك. فعلا هنختار بشكل عشوائي الاسبوع ده، وهنعمل سحب عشان يبقى فيه شفافيه للامر. هنعمل سحب على الناس اللي جابت الاجابات السليمه، هنعمل هدايا ليهم. الهدايا هتشمل بوكسات رمضان، هتشمل اكواد فور فري على المنصه للاشتراك معانا خلال الترم كله. وانا بشرح النهارده هتشوف سبوره منظمه لابعد الحدود، حاجه مرعبه جدا 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 جدا. تلاقيني كاتب بايدي، ويمكن اغلبكم عارف يعني الى حد ما السبوره بتاعتنا بتبقى مميزه، يعني بتبقى مريحه للعين. وسيادتك لو عايز المذكره اللي انا بشرح منها هتلاقيها في الديسكريبشن، صندوق الوصف بتاع الفيديو. بفكرك لازم تكون عامل اشتراك في القناه بتاعتنا. ليه؟ لان احنا مع شهر رمضان المبارك، كل سنه وانتم طيبين حبايب قلبي واخواتي. واتمنى ليكم ايام جميله، واتمنى ليكم شهر تكونوا مبسوطين فيه وتبقوا في رضا ربنا فيه كلكم. وباذن الله في شهر رمضان احنا هنعمل سحب كذا مره للمشتركين في القناه. سيادتك المشتركين في القناه احنا هنعمل سحب على كذا هديه خلال شهر رمضان، فاستاذنك تكون مشترك معانا في القناه. اخر الفيديو ده برضو هتلاقي مجموعه من الاسئله لازم سيادتك تحلها. اوعى ما تكونش بتشوف المقدمه ودخلت على الحصه الاساسيه. ده بس فيما يخص المقدمة. عايزك تستعد يا بطل، لان احنا عندنا محاضرة عالمية. حضر لي ورقة وقلم، كوباية الشاي المتينة، وهنتكلم على الحضارة رقم 2 اللي هي حضارة بلاد فينيقيا، حضارة بلاد الشام بقى كلها. هناخد فيها كل التفاصيل الممتعة، وهناخد حاجة مبهجة جدا جدا جدا. وافتكر دايما ان التاريخ مش بس بيتفهم، ده التاريخ ممكن يتشرب. تعرف تكتب الجملة ديت بالكتابة المسمارية؟ احنا خدناها بقى الاسبوع اللي فات. هات لي كده شوية مسامير واقعد دقدق واكتبها. ولا قديمة الكتابة المسمارية؟ قديمة صح؟ طب ما تيجي نشوف ايه الجديد. عارفين فينيقيا، عارفينها، وشباب فينيقيا عارفينها. والله يا ولاد ايه دمكم خفيف. بقول لكم يا شباب ايه، طمنوني اخبار الشغل ايه؟ والله يا ريس كل حاجه زي الفل والدنيا تمام، بس انت لو تفك ايدك شويه معانا وتصرف لنا فلوس هنبسط. ايه فلوس؟ انا لو معايا جن مش هصرفه. ما احنا برضه يا ريس عايزين نشتغل ونعمل شويه شغل حلو كده. طب يا ابني ما تعمل وانت حد ماسكك؟ وبعدين كده الحضارات بتسبقنا، احنا كده هنضيع. يا ريس والله ما تقلق، باذن الله هنعمل التارجت، هنرجع ايام الشياطين الحمر. بمناسبه الشياطين الحمر، زي حواس بيقول لك حسبسوت اهلاويه. طب بذمتك لو هي اهلاويه مش بدل ما يعملوا تمثال لابو الهول كانوا عملوا له ابو تريكه؟ الله عليك يا ريس. ان شاء الله ربنا ينصرنا على انتر ميامي. فين بقى الاختراعات الجديده؟ عايزين نبقى زي مصر والعراق. خد مني الفكره دي،
ايه رايك يا ريس نكتب بالمسامير؟ تكتب بالمسامير؟ انت راح منك خالص كده. طب خد الفكره دي يا ريس. ايه رايك نعمل هرم؟ تصدق انا غلطان إني بسمعك. فعلا في مثل بيقول لك لا تصاحب الاقرع ولا تاخد منه نصيحه، لو ربنا بيحبه كان خلى دماغه صحيحه. يا ابني الف بيه اختراعات انها تبقى جديده. طيب ده ليه؟ انا جات لي فكره عبقريه، بس بقول لكم ايه، مش عايز حرف يطلع بره. فكره ايه؟ نعمل ابجديه. الف ب ت س جيم. جيم ايه يا امير؟ جيم ايه؟ انا عاوز حاجه فيها ايه عشان يبقى الوزن مظبوط. اسف. خلاص بقى ما تعيطش. لا تجيش بقى يا ريس بقى. جيم يا سيدي ولا يهمك، ماشي همشيها. طب انا كان عندي كام نقطه كده كنت عايز اتكلم معاك فيهم يا ريس. لا من النهارده مفيش نقط، من النهارده كله حروف. طب اسمعني بس. ولا حرف. تعالى بقى يا سيدي نبدا بالدرس بتاعنا. زي ما انت عارف من المقدمه اللي انا بقول لك ربنا يسامحك لو ما شفتش المقدمه، وربنا يسامحك لو ما شفتهاش كلها، وربنا يسامحك لو فوتت كلمه من المقدمه. خليني اقول لك ان احنا في الدرس هنتكلم عن الحضاره الفينيقيه. مستر، يعني ايه حضاره فينيقيه؟ وليه اسمها فينيقيه؟ ومين سماها فينيقيه؟ ويعني ايه فينيقيه؟ والفينيقيه كانت فين؟ وكانوا بياكلوا ايه؟ وبيلبسوا ايه؟ وبيشربوا ايه؟ ولونهم ايه؟ ما انت هتعرف ان ليهم لون، هتعرف ان الفينيقيين غير الدنيا كلها ليهم لون يا سيدي. كل الكلام ده هنتكلم عنه قدام شويه، بس خليني اقول لك ان الحضاره الفينيقيه واحده من حضارات كتير كانت موجوده في بلاد الشام. مستر، يعني ايه بلاد الشام؟ بص يا سيدي، فرضا انت مش فاهم يعني ايه بلاد الشام، فخليني اقول لك ان بلاد الشام هي سوريا، لبنان، فلسطين، اجزاء من الاردن، دي اسمها بلاد الشام. الحته دي كلها اسمها بلاد الشام. عايز اقول لك ان بلاد الشام دي منطقه عظيمه جدا، نشأت فيها حضارات كبيره جدا وحضارات عريقه جدا. مستر زي ايه؟ زي الحضاره الفينيقيه اللي هنتكلم عنها النهارده. وكان في حضاره تانية اسمها الحضاره الاراميه، وحضاره ثالثه اسمها الحضاره العموريه. بص، هو الكتاب ما قالكش ايه الاراميه والعموريه، بس انا هقولهم لك. هم بينسبوا لارام ابن سام ابن نوح. لو انت عارف ان النبي نوح او سيدنا نوح كان عنده اولاد منهم سام، عشان كده اسمها اللغات الساميه. فعلا حضاره ارام والحضاره الاموريه او العموريه بينسبوا الى ارام ابن سام ابن نوح. فخليني احنا هنتكلم النهارده عن الحضاره الفينيقيه. زي ما قلت لك كده ان هي واحده من الحضارات القديمه اللي نشأت في بلاد الشام. عند الحضاره الاراميه، وعند الحضاره العموريه او الاموريه، وعند الحضاره الفينيقيه. وخليني اقول لك ان بلاد الشام تتميز بموقع استراتيجي رائع، وهتعرف الكلام ده قدام. خد بالك ان بلاد الشام تتميز بموقع رائع، موقع ملتقى ما بين حضارات العالم وما بين قارات العالم القديم. وخليني اقول لك ان بلاد الشام برضو تعد مهد، بلاد اللي هي بقى سوريا ولبنان وفلسطين والاردن، تعد مهد للديانه اليهوديه ومهد للديانه المسيحيه، ولها لعبت دور كبير جدا في نشر الاسلام، وهتعرفه قدام شويه. يبقى خد بالك، اتكلمنا عن حضاره بلاد الشام، قلنا ان ليها موقع جغرافي متميز وقامت بها عده حضارات، واتكلمنا انها مهد للديانتين اليهوديه والمسيحيه. خد بالك لان اليهوديه والمسيحيه نشأوا في اورشليم، اورشليم اللي هي فلسطين، بيت المقدس، عشان بس تبقى عارف الاسماء. نشأت هناك او ظهرت هناك الديانتين اليهوديه والمسيحيه. ولازم تعرف ان بلاد الشام لعبت دور كبير جدا في نشر الاسلام. ده كده مبدئيا يعني كلام عن حضارات بلاد الشام كلها. طيب مستر، هتكلمني عن ايه؟ انا درس النهارده هتكلم معاك عن الحضاره الفينيقيه. صحصح لي بقى وكوبايه الشاي الحلوه، ويلا نتكلم عن الحضاره الفينيقيه. تعالى بقى نبدا بالحضاره الفينيقيه. زي ما اتكلمنا احنا عندنا حضارات كتير، احنا النهارده كلامنا على الحضاره الفينيقيه. يا مستر لو سمحت، هي الحضاره الفينيقيه دي ليه اسمها كده؟ طب كان مكانها فين؟ طب كانت بتعتمد على ايه؟ خليني اقول لك اول معلومه عايزك تعرفها، ان الحضاره الفينيقيه هي اول حضاره بحريه، اول امه بحريه. وتعالى نقف عند الكلمه دي. مستر، يعني ايه كلمه امه بحريه؟ لو سيادتك بصيت على الخريطه الجغرافيه بتاعت فينيقيا تقريبا كالاتي: ظهرهم جبال وقدامهم البحر، بس مفيش حاجه تاني. الظهر كله جبال والامام كله في البحر. مستر مش فاهم. خليني اقول لك ان حضاره فينيقيا اعتمدت اعتماد كامل على البحر. اكلهم كان من البحر، تجارتهم كانت من البحر، حتى الزخارف اللي كانوا بيحطوها في اللبس بتاعتهم كانت من البحر. كانوا بيزخرفوا مثلا الملابس بتاعتهم بالقواقع البحريه.
يا راجل كانوا بياخدوا القواقع البحريه، هتعرف دلوقتي، وكانوا بيطلعوا منها صبغه بيصبغوا بيها اللبس بتاعهم، بيصبغوا بيها وشهم، بيصبغوا بيها شعرهم. يعني خليني اقول لك ان كل حياتهم كانت بالبحر. اول امه بحريه، اول حضاره بحريه، اول شعب يسمى شعب بحري كان الشعب الفينيقي. عشان كده بقول لسيادتك ان تعد الحضاره الفينيقيه هي اول امه بحريه. وايه كمان، خليني اقول لسيادتك هم اول من استقروا على الشريط الساحلي لسوريا وفلسطين ولبنان. لو سيادتك بصيت في الخريطة انت عايز تعرف فين الحضارة الفينيقية، الحضارة الفينيقية بالظبط كانت واخدة الشريط الساحلي بتاع سوريا وفلسطين ولبنان. هم استقروا على الشريط الساحلي، يعني استقروا على البحر، الحتة البحرية دي كلها هم استقروا عندها. لو سيادتك بصيت على الخريطة هتظهر قدامك كده الخريطة، الشريط الساحلي بتاع سوريا هتلاقيني معلم لك عليه علامة، وفلسطين ولبنان هو ده يعتبر الشعب الفينيقي، المناطق اللي استقر فيها. انا يهمني تعرف ان الحضارة الفينيقية هي اول أمة بحرية، اول شعب بحري، اول حضارة بحرية. طيب مستر، ليه اسمهم الفينيقيين؟ ليه ما قلناش حضارة سوريا وفلسطين ولبنان؟ ليه ما قلناهاش كده؟ الاسم جه منين يا مستر؟ خليني اقول لسيادتك زمان لما الاغريق شافوا الشعب الفينيقي ده، الشعب الفينيقي كان بيعمل حاجه غريبه قوي، لبسهم كان بياخد لون احمر، حتى الايد بتاعتهم كانوا بيصبغوها بالاحمر. عارف الصعايده والفلاحين لما بيصبغوا الحاجه بالحنه؟ الصعايده والفلاحين دي مش حاجه وحشه، يعني مش بنتنمر، لا دي حاجه شرف لينا يعني. الصعايده والفلاحين لما يستخدموا الصبغه الحمراء يصبغوا بيها ايديهم، يصبغوا بيها شعرهم. نفس الفكره، الفينيقيين اعتمدوا على اللون الاحمر بشكل كبير جدا، لبسهم كان بياخد اللون الاحمر، وشهم كان بيتصبغ بالاحمر، شعرهم بيتصبغ بالاحمر، الملابس بتاعتهم كانت بتاخد اللون الاحمر. لما الشعب اليوناني اللي هو الشعب الاغريقي شاف الناس الفينيقيين اطلق عليهم اسم فينيكس او فينيكس. معناها ايه؟ اهو زي ما سيادتك شايف، معناها الشعب الاحمر، شعب لونه احمر. فعلا كان اللبس لونه احمر. هو طبعا ايه، هقول نقطه يعني للدقه، هو مش احمر احمر، هو الارجواني، اللي هو درجه كده من درجات الموف بس مشوبه باللون الاحمر، اللي هو اللون الارجواني. بص اللي هو قريب من ده، قريب من ده قوي، بس بيبقى واخد الطابع الاحمر. فخليني اقول لسيادتك تاني، ليه تسموا بالفينيقيين؟ لان اليونانيين اللي هم الاغريق لما شافوا الشعب الفينيقي دوت اطلق عليه اسم فينيكس او فينيكس، معناها الشعب الاحمر، لان كانت كل حاجه واخده الطابع الاحمر. يبقى سيادتك اهو عايزك تعرف ان الاغريق هو اللي اطلق عليهم اسم فينيكس او فينيكس، معناها الشعب الاحمر. طب يا مستر، هو اللون الاحمر جابوه منين؟ كان عندهم الوان يعني بيقعدوا يلونوا الكلام ده؟ لا، لازم تعرف ان انا قلت لك ان هم حضاره بحريه، امه بحريه. كانوا بيجيبوا القواقع اللي موجوده في البحر ويطلعوا منها صبغه لونها احمر واستخدموها. عشان كده بقول لسيادتك ان اللون الاحمر ده اللي هو الصبغه الحمراء اللي استخدموها في المنسوجات وفي الملابس وفي شعرهم. جابوها منين؟ قال لك جبناها، كانت مستخرجه من القواقع البحريه. اوعى تنسى انا قلت لحضرتك ان هم كانوا امه بحريه. في تشبيه كده لطيف، لو في حد بيشوفني بقى من دهب اهلا بيك طبعا، وباذن الله انا جاي لك في الصيف، اكيد جاي لك. دهب عندنا واخده نفس الطابع ده، تلاقي الدهب كده الظهر بتاعها جبال وفي الوش كده كله بحار، وكل حاجه في دهب بحريه، الانشطه بحريه والاكل بحري والرحلات بحريه والتجاره مثلا بحريه، عشان وتلاقيهم بيبيعوا مثلا حلي وحلقان واساور وعقود واقاريط، وكل ده معمول من حاجات بحريه، من القواقع ومن الاصداف. نفس التشبيه كده. فاحنا اتكلمنا مع بعض اول حاجه عن الحضاره الفينيقيه، انهم اول امه بحريه، ثم اتكلمنا مع بعض هم ليه تسموا التسميه دي، واتكلمنا قلنا السبب ان الاغريق اليونانيين لما شافوهم لاول مره اطلقوا عليهم اسم فينيكس او فينيكس، معناها الشعب الاحمر. طب الحمره دي جبناها منين؟ من الصبغه الحمراء اللي استخرجناها من القواقع البحريه. ده كده اول جزئيه عايزين نتكلم فيها. طيب يا مستر هتكلمني عن ايه تاني؟ تعالى يا سيدي ننتقل مع بعض كده عن اهم مدن بلاد فينيقيا. مبدئيا كده اي حضاره بتتكون من مجموعه مدن، يعني الحضاره المصريه كان عندنا مدينه منف، مدينه طيبه، صح؟ نفس الفكره. مثلا الحضاره العراقيه لو انت فاكر كان عندنا مدينه بابل، مدينه اشور، صح؟ كل ديت مدن. طيب مستر لو سمحت، هي الحضاره الفينيقيه كانت بتتكون من مدن. عندي مدينه اسمها مدينه سور،
ومدينة صيدا ومدينة أوغاريت ومدينة جوبيل أو جبيل أو جبيل، وعندي قرطاج، وعندي مدن تاني، وعندي مدينة مثلا حيفا، وعندي مدن كتير جدا، مدن كتير جدا. فسيادتك ركز معايا لأني هتكلم عن مدن كتير جدا، أهمهم دول. أول مدينة عندنا مدينة صور، ومن اسمها كده اسمها صور لأنها كانت محاطة بسور عظيم وأسوار عظيمة وحصون عظيمة. وخلي بالك مدينة صور دي هي تولت الزعامة بعد مدينة صيدا. أكبر وأهم مدينة عندنا مدينة صيدا أو صيدا، قولها زي ما تقول. مدينة صيدا ومدينة صور هم الزعماء، بس خد بالك مدينة صور أهي تولت الزعامة بعد مدينة صيدا. نقول تاني أهو، نقول تاني يا سيدي أهو، تولت الزعامة بعد مدينة صيدا وأحيطت بسور عظيم. هتعرف قدام إن السور ده كان سبب كبير جدا في حمايتهم من الاحتلال اللي كان جاي بيه نبوخذ نصر الثاني. هتعرف الكلام ده قدام. يبقى خد بالك صور اللي كانت محاطة بسور عظيم. أما المدينة الثانية مدينة صيدا، ودي اللي كانت تتميز بالزعامة لكل المدن الفينيقية. شايف كل دول أهو الزعيم الكبير بتاعهم، الزعيم الكبير بتاعهم هو صيدا، الزعامة هي صيدا، الزعامة الكبيرة قوي هي صيدا. وخد بالك مدينة صيدا أقيمت على لسان ممتد داخل الماء وحولها عدة جزر. مستر هو يعني إيه لسان ممتد جوه الماء؟ بص يا سيدي، لو ده البحر مثلا، ده البحر كده، ده البحر كده، لما نلاقي حتة يابس جواه ده اسمه اللسان. لو انت عندنا في اسكندرية تعرف حاجة اسمها لسان جليم. اللسان ده خلي بالك اللسان ده بيبقى أرض يابسة كده ممتدة جوه الماء. أهي دي مدينة صيدا. يبقى أقيمت هي صيدا بقى كانت هنا، أهي صيدا كانت هنا كده، كانت هنا كده، فكانت أهو أقيمت على أهو لسان ممتد داخل الماء وحولها عدة جزر. كانت في بقى جزر هنا حواليها. وكلمة جزيرة لو أنت عارف جغرافيا، جزيرة يعني أرض محاطة بالماء من كل الجوانب. تاني جزيرة أرض محاطة بالماء من كل الجوانب. يبقى بفكرك مدينة صيدا هي اللي تولت الزعامة. تاني صور هي الزعامة بعد صيدا، لكن صيدا هي الزعامة الحقيقية، هي الزعامة الكبيرة، هي الزعامة العظيمة، هي الزعامة الأولى. وما تنساش إن مدينة صيدا أقيمت على لسان ممتد داخل الماء وحولها عدة جزر. طيب مدينة الثالثة هي مدينة أوغاريت. وأول ما أقول لك أوغاريت افتكر الفن والعمارة، وهتعرف الكلام ده قدام. مدينة أوغاريت هي مدينة تميزت بالفن وبالعمران. وعايز أقول لك مدينة أوغاريت دي عاملة زي بورسعيد عندنا. هي بورسعيد عندنا عبارة عن مينا ما بيخلوش من البضائع. المنطقة الحرة بتاعت بورسعيد دي بيع وشراء، نفس الكلام مدينة أوغاريت. يبقى مدينة أوغاريت تعتبر ميناء لا يخلو أبدا من البضائع. أهو تعتبر ميناء ممتلئ بالبضائع. أفكرك تاني، صور كانت محاطة بسور عظيم وتولت الزعامة بعد صيدا. صيدا هي الزعامة الحقيقية وكان على لسان ممتد جوه المية وحواليها عدة جزر. أما المدينة الثالثة أوغاريت، وأوغاريت تميزت بالفن والعمارة. وبفكر سيادتك إن أوغاريت، ركز كده معايا، إن أوغاريت هي عبارة عن ميناء مفتوح ممتلئ بالبضائع. أما المدينة الرابعة ودي حبيبتنا إحنا كمصريين، مدينة جبيل أو جبيل. أول ما أقول لك جبيل افتكر إنها كانت مصرية أصيلة. إيه ده مستر؟ هي مش في بلاد فينيقيا؟ عايزك تعتبر إن مدينة جبيل هي أقرب المدن الفينيقية للمصريين. مش فاهم يا مستر؟ أولا عايزك تعرف إن مدينة جبيل أو جبيل هي من أقدم المدن. لقينا فيها تماثيل مصرية. فعلا جوه مدينة جبيل لقينا تماثيل مصرية. هتعرف قدام السبب إن كانت في جالية مصرية. يعني إيه جالية؟ مجموعة من المصريين راحوا بلاد فينيقيا عشان يتاجروا، عجبتهم قوي البلد هناك، قال لك احنا هنقعد، وجابوا عائلاتهم وجابوا اهاليهم وجابوا شويه تماثيل وحطوها هناك. عشان كده بقول لسيادتك ان مدينه جبيل كان فيها تماثيل مصريه وكان فيها احجار مكتوب عليها اسماء الفراعنه المصريين. اكيد انا كراجل مصري رحت اعيش مثلا في بلاد فينيقيا فلقيت عمود، رحت قعدت اسجل عليه اسماء الملوك بتاعتي، اسماء الشعب بتاعي. اذا خد بالك لقينا مجموعة من التماثيل ومجموعة من الأحجار. وعايز أقول لك إن مدينة جبيل لقينا فيها أقدم أبجدية. هتعرف قدام إن أقدم أبجدية حقيقية كانت موجودة في الحضارة الفينيقية. مستر أنت الأسبوع اللي فات
كلمتني على الكتابة المسمارية، قلت لك ما اسمهاش أبجدية مسمارية، اسمها كتابة مسمارية. لكن أول أبجدية حقيقية، أبجدية بأصوات، أبجدية بحروف هجائية، كانت موجودة في الحضارة الفينيقية بالذات في مدينة جبيل. يبقى بفكر سيادتك تاني، ما تزهقش بالمستر نادر، احنا جايين نذاكر مش جايين نسمع شرح. سور هي الزعامة بعد صيدا، وسور حواليها سور عظيم. صيدا هي الزعامة الحقيقية، وكانت في لسان ممتد جوه المية. المدينة الثالثة أوغاريت فن وعمارة، وفكرت سيادتك ان أوغاريت عاملة زي بورسعيد، عبارة عن ميناء ممتلئ بالبضائع. مدينة جبيل هي أقرب المدن للمصريين، وخد بالك أنا أقدر أكتب عند جبيل حصل تواصل حضاري بينها وبين الحضارة المصرية. أما المدينة الخامسة ودي بقى عايزين نقف عندها شوية، قرطاج. مدينة قرطاج لو سيادتك بصيت على الخريطة اللي قدامك دي بعيدة شوية عن كل المدن دي. كل المدن دي واخدة سكة، ومدينة قرطاج واخدة سكة تانية خالص. كلهم في حتة زي ما انت شايف على الخريطة، وقرطاج في حتة تانية خالص. خد بالك ليه في حتة تانية خالص؟ لأن لو هتاخد بالك ان كل المدن دي تعتبر شرق البحر المتوسط، أما مدينة قرطاج هي غرب البحر المتوسط. وعايز أقف معاك شوية عند قرطاج. مدينة قرطاج الكتاب قال هي مستوطنة فينيقية. عايز أقف عند كلمة مستوطنة. مستر يعني إيه مستوطنة؟ هل دول مستوطنات؟ لا، دول مدن جوه فينيقيا نفسها، دول مدن جوه البلاد الفينيقية. يعني إيه مستوطنة؟ مستوطنة يعني أرض بعيد عني ببعت الشعب بتاعي يقعد فيها يستوطنها. يعني مستر عايز تقول لي ان الفينيقيين احتلوا قرطاج؟ لا، ما اقدرش اقول كلمه احتلال. في فرق ما بين الاستيطان والاحتلال، يعني في حرب وفي دماء. لا لا لا، انا بعت ناس من فينيقيا استوطنوا مدينه قرطاج واصبحت جزء من الحضاره الفينيقيه او من البلاد الفينيقيه. عشان كده اقدر اقول لك هي مستوطنه فينيقيه. وخد بالك يعني هي مش بلد اصيله تبع الحضاره الفينيقيه، لا مش بلد اصيله، هم استوطنوها. يعني تاني دول تبع الحضاره الفينيقيه جوه الاراضي الفينيقيه، لكن الشعب الفينيقي بقى راح اخد بلد تانية اسمها مدينه قرطاج مستوطنه. وخد بالك على الرغم من ان قرطاج تعتبر بلد غريبه عنهم الا انها تفوقت كمان. بص الكتاب بيقول لك ايه اهي، هي تقدمت لدرجه انها كانت منافسه للمدن الفينيقيه نفسها. مش احنا اتفقنا وقلنا مدينه زي اوغاريت كانت تعتبر ميناء؟ فعلا قرطاج كانت فيها مواني بتنافس مدينه اوغاريت. مش احنا قلنا اوغاريت دي ميناء فيه بضائع؟ فعلا قرطاج كانت فيها كميه بضائع وكميه تبادل تجاري احيانا كان بينافس اوغاريت. وعايز اقول لك جوه قرطاج كانت في مواني وفي مراسي. بص كانت في مواني لا تزال الاطلال بتاعتها موجوده. مستر يعني ايه مواني لا تزال الاطلال بتاعتها موجوده؟ كلمه اطلال يعني بقايا. فعلا لحد النهارده في بعض البقايا للمواني اللي كانت موجوده في قرطاج ايام الفينيقيين، وكانت فيها كمان مراسي. مستر هو يعني ايه كلمه مرسى؟ مرسى هو المكان اللي بترسو فيه السفينه. كان عندهم مراسي بحريه وكان عندهم مراسي حربيه. مستر يعني ايه مراسي بحريه او مراسي داخليه ومراسي حربيه؟ بص لو السفينة محملة بضائع يعني جاية في أمان وماشية في أمان هتقعد في المرسى الحربي، في المرسى الداخلي اللي هو المرسى البحري العادي. لكن لو سفينة بقى بتاعت حرب ده اسمه مرسى حربي. يبقى خد بالك أنا عندي نوعين من المراسي، مرسى حربي ومرسى داخلي. كل الكلام ده جوه قرطاج. يبقى خد بالك قرطاج كانت مستوطنة فينيقية، وقرطاج تقدمت لدرجة انها كانت بتنافس المدن الفينيقية. وجوه قرطاج لقينا بعض المواني ما زالت اطلالها موجودة، وجوه قرطاج لقينا بعض المراسي زي مرسى حربي ومرسى داخلي. دول كده المدن الفينيقية. يبقى اتكلمنا عن صور، اتكلمنا عن صيدا، اتكلمنا عن اوغاريت، اتكلمنا عن جبيل، واتكلمنا عن قرطاج. طيب لو خدت بالك من الكلام ده كله واضح ان في تفوق بالنسبة للمدن الفينيقية والشعب الفينيقي في كل ما يخص البحر. كان عندهم تبادل تجاري رهيب، كان عندهم تقدم تجاري رهيب. يا مستر ليه؟ خليني أسألك سؤال وأوريهولك هنا كده. ليه كان حصل تفوق بحري وتجاري في بلاد فينيقيا؟ الكتاب قال لي في 3 أسباب خلوا الأمة الفينيقية هي أمة بحرية تجارية من الدرجة الأولى. قال لك أول حاجة توفر الأخشاب، ده ساعد على بناء السفن.
ايام زمان ما كانش في حاجه اسمها سفن بقى من الحديد والمعادن والكلام ده، لا لا لا، كانت السفن من الخشب. فعلا كان في توفر في نسبه اخشاب رهيبه في بلاد فينيقيا. لو تاخد بالك لبنان ما هي جزء من فينيقيا، لبنان عندها خشب اسمه خشب الارز، فوفره الاخشاب من زمان ساعدتهم على بناء السفن. مش كده وبس، كثره التعاريج الساحليه اللي ساعدتهم على بناء المواني. انتوا اخدتوا في ثالثه اعدادي ان اوروبا مليانه تعاريج. حته التعريج اللي في الساحل، النتوءات اللي في الساحل، الحته المعرجه اللي في الساحل، اقدر اعمل فيها ميناء. مستر مش فاهم. بص يا سيدي، لو الساحل مثلا عامل كده اهو، مثلا هنا اقدر ابني ميناء، لان دوت حته اسمها تعريج في الساحل. هنا اقدر اعمل ميناء، تعريج في الساحل. هنا اقدر اعمل ميناء. يبقى خد بالك، اول حاجه كان عندهم اخشاب كتير ساعدتهم على بناء السفن. تاني حاجه كثره التعريج ساعدتهم على نشأة المواني او بناء المواني. التالتة ودي مهمه جدا، الموقع المتوسط بين الشرق والغرب ساعدهم على التواصل الحضاري والتجاري. فعلا بلاد فينيقيا موقعها متوسط، موقعها كويس جدا، زيها زي مصر وزيها زي العراق. يبقى خد بالك الموقع المتوسط بتاعها ساعدهم على التجارة، موقع ما بين بلاد الشرق وبلاد الغرب، الحضارات الشرقية والحضارات الغربية. الموقع بتاعهم ساعدهم على التواصل التجاري الحضاري. يبقى أي مرة يسألك ويقول لك ليه الفينيقيين كانت أمة متقدمة بحريا أو متقدمة تجاريا، افتكر 3 حاجات. أول حاجة الأخشاب، تاني حاجة ركز، أول حاجة الأخشاب، تاني حاجة التعريج، تالت حاجة الموقع. تاني، أخشاب، تعريج، موقع. قول معايا كده، ها، أخشاب، تعريج، موقع. أخشاب ساعدت في بناء السفن، تعريج ساعدت في نشأة المواني، موقع ساعد على التواصل التجاري. يبقى احنا وصلنا ان الشعب الفينيقي كان شعب متقدم جدا جدا جدا، خصوصا في المنطقة البحرية، وكانوا بيسموا سادة البحار. بس الحلو ما يكملش. يعني ايه يا مستر الحلو ما يكملش؟ اكيد الحضارة مش هتفضل دائمة، الحضارة انهارت. طب مستر لو سمحت ممكن تقول لي الحضارة الفينيقية انهارت ازاي او انهارت ليه؟ تعالى كده واحدة واحدة وهدي لي النور بتاعك، وتعالى اكلمك عن كيف تم سقوط الحضارة الفينيقية. يا إدارة، ايوه، في حد عاوزك من الحضارة الفرعونية. مين؟ لا معرفش. الو، مين معايا؟ ايه يا اداره، عامل ايه؟ ايوه، انت شغال ايه يا ابني؟ انا مرسال، عقبال عندك بقى. كول سنتر يعني. خير؟ بص انا جاي اكلمك ايه، ان الدنيا كلها سابقاك. الحضاره الفرعونيه طايره، تماثيل بقى ايه ما اقولكش، واهرامات، وعندهم حاجه كده اسمها ابو الهول، ومسلات ليله كبيره قوي. لا 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 لا، والحضاره العراقيه طايره والدنيا خربانه هناك، خربانه. ايه؟ اختراعات برضو؟ لا لا، خربانه بجد، بقول لك خربانه. ده ايه، منهوبه بقى، واثار مسروقه وما اقولكش، واي حد ماشي في الشارع بيحتلهم. يونان، رومان، فرس، اي حد عايز يحتل يدخل، شويه عيال صغيره تدخل وتحتل، الدنيا خربانه خالص. اوكي، تمام. احنا لازم نسبق. اسمع، تعرف محمود ابو دراع؟ ايه؟ احنا هنركب للمركب بسرعه. ده ايه، زي انت شويجر يعني ده إدارة؟ لا مش قصدي، انا عايز اقول لك يعني بدل ما العمال ايديها تتخدم في التجديف، عاوزين نخترع اول مركب شرعيه وتتخلد باسمنا. عظيم. جبت المقلبيه؟ ايه؟ هنخترع الابجديه. من امه متقدمه فيها تبادل تجاري، وامه بحريه، وامه رقم 1 ساده البحار، تعال اكلمك على كيف سقطت الحضاره الفينيقيه. مبدئيا يا سيدي، اول حاجه عايز اقولها لك ان تم اول محاوله لاحتلال الحضاره الفينيقيه كان على ايد نبوخذ نصر، اللي هو في القرن السادس قبل الميلاد. لو انت فاكر نبوخذ نصر اخدناه تبع الحضاره العراقيه. خد بالك ان نبوخذ نصر حاول يحتلهم لكنه فشل. لو سيادتك فاكر احنا اتكلمنا ان في مدينه زي مدينه سور كان حواليها سور عظيم، عشان كده قلت لك مهم جدا ان اي بلد تامن نفسها، مهم جدا اي بلد تسلح نفسها بما هو معطى دلوقتي. يعني في وقتها التسليح كان عباره عن سور، دلوقتي التسليح عباره عن اسلحه. عشان كده بقول لسيادتك ان نبوخذ نصر فشل انه يحتل المدن الفينيقيه. طيب بعد نبوخذ نصر مين بقى اللي نجح اول احتلال؟ كان على ايد الاسكندر المقدوني، الاسكندر الاكبر، عام 332 قبل الميلاد. يبقى اول احتلال حقيقي اهو، اول احتلال غربي اهو. طيب بعد
بعد الاسكندر المقدوني زي ما قلت لك خلفاء الاسكندر السليوكيين. السليوكيين برضو تولوا حكم البلد لمدة 3 قرون. طب بعد السليوكيين احتلها الرومان عام 64 قبل الميلاد، واخر حاجه دخلها الفتح الاسلامي سنه 634 ميلاديا، وتقريبا دخلها بدون مقاومه. دخلها بدون اي مقاومه تذكر. الموضوع كان سهل جدا لان هم كانوا بيعانوا من الظلم من الرومان، عشان كده هم نفسهم كانوا مستنين اي حد يخلصهم من الرومان. عشان كده بقول لسيادتك تاريخ احتلال البلاد الفينيقيه، اول حاجه اتكلمنا عن نبوخذ نصر اللي حاول يحتلها لكنه فشل. تاني حاجة احتلها الإسكندر المقدوني، بعد كده السليوكيين، بعد كده الرومان، بعد كده دخلها المسلمين بدون أي قتال وبدون أي مقاومة. يبقى احنا اتكلمنا مع بعض في الجزئية دي عن ايه؟ أول حاجة اتكلمنا عن الحضارة الفينيقية اللي هي أول حضارة أو أول أمة بحرية. احنا بنعيد تاني معلش ما تزهقش مني بس عشان نذاكر. ثم اتكلمنا ليه اتسمت حضارة فينيقيا، واتكلمنا ان الإغريق هم اللي أطلقوا على الشعب ده اسم فينيكس أو فينيكس بسبب اللون الأحمر. ثم اتكلمنا على أهم المدن الفينيقية وكلمتك عن قرطاج، وقلت لك قرطاج هي مستوطنة فينيقية، وعلى الرغم انها مستوطنة لانها بعد كده تقدمت وبقت بتنافس المدن الفينيقية نفسها، وكان فيها مرسى وكان فيها ميناء ما زالت الاطلال بتاعته موجوده لحد النهارده. ثم اتكلمنا طب ليه هم كانوا متفوقين بحريا، ليه كانوا متفوقين تجاريا؟ 3 اسباب: اخشاب، فاكر اخشاب وموقع، والتعاريج اللي كانت موجوده في الساحل ساعدت على نشاه المواني. ثم اتكلمنا عن سقوط الحضاره الفينيقيه. طيب لحد هنا اتكلمنا عن النشأة والسقوط. مستر هم كانوا عايشين ازاي؟ كانوا بيعبدوا مين؟ حضارتهم كانت شكلها ايه من الناحيه الدينيه؟ مستر كانوا بيبيعوا ويشتروا ولا لا؟ مستر كان عندهم فن وعماره؟ مستر كانوا بياكلوا ايه؟ مستر كانوا بيزرعوا ولا ما بيزرعوش؟ ده هينقلني للجزء الثاني من الدرس اللي هو مظاهر الحياه في بلاد فينيقيا. صح لي بقى كده، وتعالى نحبس بسؤال قبل ما ندخل في مظاهر الحياه. السؤال بيقول لحضرتك ايه بقى؟ بيقول لك ظهر تواصل اقتصادي واجتماعي وثقافي منذ القدم بين مصر ومدينه ايه؟ هو بيقول لك في تواصل بيننا احنا يا مصريين وبين مدينه ايه من مدن فينيقيا. لو تاخد بس سيادتك احنا اتكلمنا ان في تواصل بيننا مع مدينه جبيل. اشمعنى يا مستر؟ لو انت فاكر قلنا مدينه جبيل دي كانت بتعتبر مدينه مصريه، ولو انت فاكر قلنا لقينا فيها تماثيل مصريه، وهتعرف قدام ان كانت فيها جالية مصرية. طيب تعالى ناخد السؤال الثاني. بيقول لسيادتك ايه؟ بيقول لك مثلت طيبة في مصر الفرعونية مركزا للإبداع الفني. بيقول لك مدينة طيبة في مصر كانت مركز للإبداع، وتشابهت معها في ذلك إحدى المدن الفينيقية وهي مدينة إيه؟ هو بيقول لك مدينة كانت في مصر تتميز بالفن والإبداع. طب مين المدينة اللي اشتهرت في فينيقيا بالفن؟ لا مش سور، لا ولا صيدا ولا بعلب، طبعا هي مدينة أوغاريت. لو انت فاكر قلنا مدينة أوغاريت اشتهرت بالفن بتاعها. مدينة أوغاريت كانت مدينة جميلة جدا، وهتعرف قدام انها اشتهرت بالفن وبالعمارة وبالفنون. ده كده بالنسبة للسؤال الثاني. كده احنا خدنا مع بعض الجزء الأول. تعالى بقى ننتقل إلى مظاهر الحياة في بلاد فينيقيا. هنتكلم عن ايه في مظاهر الحياة؟ هنتكلم عن ايه الحياة الدينية والحياة الاقتصادية والحياة السياسية والحياة الثقافية والحياة العسكرية والحياة الفكرية. هنتكلم عن كل مظاهر الحياة. صح بقى كده، ويلا بينا ندخل في مظاهر الحياة. وهنبدأ أول حاجة عندنا بالحياة الاقتصادية. تعالى بقى أبدأ أتكلم معاك في أول مظهر من مظاهر الحياة. هكلمك عن الحياة الاقتصادية في بلاد فينيقيا. مبدئيا كده أي مرة أكلمك عن الحياة الاقتصادية افتكر 3 أنشطة رئيسية في أي بلد أو في أي حضارة. عندك زراعة، صناعة، تجارة، وشوية تحابيش كده هناخدها في النص. سيب بقى الورق اللي في ايدك وتعالى استمتع بالورق ده اللي انت هتلاقيه برده موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو لو عايز تطبعه. اول نشاط هتكلم معاك فيه، هتكلم معاك عن الزراعة. مبدئيا كده يجي لي سؤال في عقلي يا مستر، هل حضارة بلاد فينيقيا كانت حضارة زراعية؟ انت قلت لي يا مستر كانوا هم سادة البحر، يعني النشاط الاساسي بتاعهم تجارة بحرية. مش معنى كده ان ما عندهمش زراعة، لا عندهم زراعة. طب ممكن تقول لي يا مستر زرعوا ايه؟ بص تعال نتفق على اتفاق. لازم ازرع الحاجة اللي هاكلها. مبدئيا عايزك تعرف ان هم زرعوا الحبوب، بس زرعوها فين؟ على حاجة اسمها سفوح الجبال. مستر يعني ايه سفح الجبل؟ بص يا سيدي، لو سيادتك ده شكل الجبل مثلا اهو، لو ده كده شكل الجبل، السفح بتاع الجبل ده اهو، بص كده سيادتك اهو، هم زرعوا هنا، زرعوه على شكل مصاطب. ادي مصطبة
عارف الهرم المدرج كده اهو، هم زرعوا هنا اهو، هنا بقى حطوا المزروعات بتاعتهم اهو، زرعوا ده. يبقى اول حاجه عايزك تعرفها ان الفينيقيين استطاعوا تحويل سفوح الجبال، بص استغلوا حتى الجبل ما سابوهوش، مش بس التربه الطينيه، لا ده حتى الجبال، استطاعوا تحويل سفوح الجبال الى مصاطب زراعيه. زرعوا عليها ايه؟ زرعوا الحبوب. طب يا مستر حبوب زي ايه؟ زي الذره، زي القمح، زي الشعير، زي الرز. يبقى اول معلومه عايزك تعرفها في الزراعه ان الفينيقيين استغلوا كل حته عندهم لدرجه ان هم زرعوا سفوح الجبال وحولوها الى مصاطب زراعيه وزرعوا عليها الحبوب. طيب يا مستر زرعوا ايه كمان؟ لازم تعرف ان هم زرعوا اشجار، فواكه، واشهر فاكهه كانت مزروعه الرمان، ده هم اللي ادخلوه كمان لشمال افريقيا. يبقى سيادتك عايزك تعرف ان اول معلومه عندنا الزراعه ان هم زرعوا سفوح الجبال وحولوه الى مصاطب. وعلى فكره الموضوع ده موجود دلوقتي في اليابان، لان طبيعه اليابان طبيعه جبليه، عشان كده استخدموا الجبال في الزراعه. شوف بقى اللي من آلاف السنين بيتعمل في فينيقيا النهارده اليابان بتعمله. يبقى أول حاجة عندنا الزراعة، اتكلمنا عن حاجتين، عن الفواكه وأشهر فاكهة الرمان وهم اللي أدخلوها لشمال أفريقيا. تاني حاجة اتكلمنا على إن هم استطاعوا تحويل سفوح الجبال إلى مصاطب زراعية لزراعة الحبوب. طيب تاني حاجة هتكلم معاك فيها الصيد وتربية الحيوانات. مبدئيا كده طالما هزرع يبقى محتاج الحيوانات، محتاج الأبقار، صح؟ عشان تجر لي آلات الزراعة، أدوات الزراعة. لازم تعرف إن الفينيقيين برعوا في الصيد وتربية الحيوانات، ربوا الأبقار وربوا الماعز وربوا الأغنام. ولازم تعرف إن هم اصطادوا حيوانات كتير، من أشهر الحيوانات البحرية القواقع. مستر القواقع دي انا فاكر استخدمناها في حاجه. القواقع دي لو انت فاكر طلعوا منها الصبغه بتاعتهم اللي هي الصبغه الحمراء الارجوانيه اللي هي تسموا اصلا باسمها. الحضاره الفينيقيه دي هي اساسها الصبغه الارجوانيه دي. يبقى اول معلومه اتكلمنا عليها اتكلمنا عن الزراعه وقلنا ان هم حاجتين، زرعوا الفواكه وزرعوا سفوح الجبال. تاني حاجه اتكلمنا عليها الصيد وتربيه الحيوانات. تالت نشاط هنتكلم معاك فيه، هنتكلم مع حضرتك عن الصناعه. مستر لو سمحت، هل الحضارة الفينيقية كانت حضارة فيها صناعة متقدمة؟ جدا. لازم تعرف ان الصناعات هناك كانت متقدمة ومتنوعة. ممكن اعرف صنعوا ايه؟ بص مبدئيا لازم تعرف ان هم صنعوا الفخار. ليه فخار؟ لان عندهم تربة طينية. ركز كده ركز كده. صنعوا المنسوجات. ليه؟ لان عندهم ماعز وعندهم زراعة بياخدوا مثلا الكتان ويحولوه لمنسوجات. يبقى سيادتك لازم تعرف ان هم صنعوا حاجات كتير اهو، تنوعت المصنوعات زي المنسوجات، الصوف بقى والقطن والكتان. صنعوا الاواني الفخاريه، واللي انت فاكر انا قلت لك اواني فخار يبقى جايه من التربه الطينيه، وعلى فكره كانت تتميز بالدقه العاليه. صنعوا الثياب المزخرفه. مستر يعني ايه ثياب مزخرفه؟ ثياب مزخرفه تلاقي كده التوب في الوان. عارف عندنا مثلا في اسوان في النوبه في الأقصر تلاقي الثياب عندنا ملونة. هم بقى الثياب الملونة التلوين بتاعهم كان جاي منين؟ جاي من الصبغة الحمراء الأرجوانية اللي هم جابوها من القواقع. سيادتك صنعوا الزجاج. ايه ده؟ استنى مستر، هم اللي صنعوا الزجاج؟ هم كانوا متفوقين في صناعة الزجاج، بس جابوه منين؟ جابوه من مصر، من المصريين. يعني هم خدوها مننا احنا كمصريين لكن تفوقوا علينا فيها. لازم تعرف ان هم صنعوا المصنوعات المعدنية. مستر يعني ايه مصنوع؟ زي الأسلحة من المعادن، زي الحلي الحلقان مثلا، زي السلاسل، زي الدروع، ما دي كلها حاجات من المعادن. انا يهمني تعرف ان الصناعه كانت في بلاد فينيقيا صناعه متطوره، وكانت صناعه متقدمه، وكانت صناعه متنوعه، لان هم صنعوا حاجات كتير. يبقى اتكلمنا اول حاجه الزراعه، ما تنساش ادينا بنذاكر الزراعه ما تنساش. اتكلمنا عن حاجتين، سفوح الجبال والاشجار. تاني حاجه اتكلمنا عليها الصيد وتربيه الحيوانات. تالت حاجة اتكلمنا عليها اتكلمنا على نشاط اسمه نشاط الصناعة. طيب صح لي بقى، لأن احنا جايين نتكلم على التقيل، جايين نتكلم على الكبير، جايين نتكلم عن أهم نشاط كان موجود في بلاد فينيقيا، التجارة. طب لو سمحت يا مستر نادر، هتكلمني على التجارة ازاي؟ لو انت فاكر احنا اتكلمنا وقلنا ان الفينيقيين هم سادة البحر. مستر انت عايز تقول ان في تجاره بحريه؟ لا هو في نوعين من التجاره. مبدئيا كده لازم تعرف ان التجاره في بلاد فينيقيا كانت فيها تخصصيه. يعني ايه تخصصيه؟ احنا كان عندنا نوعين من البلدان،
بص، وكان عندنا نوعين من المدن. في حاجة اسمها المدن الساحلية اللي هي بتقع على البحر، وحاجة اسمها المدن الداخلية اللي هي لا تقع على البحر. مستر زي ايه؟ سيادتك كده لو رجعت للخريطة هتلاقي من المدن الساحلية اهو سور وصيدا وأغاريت وحيفا وقرطاج، دي كلها مدن على البحر. ركز كده، دي كلها مدن بتطل على المية. طب سؤال يا راجل، فكر معايا، طب مدينة بتطل على المية، مدينة ساحلية، تبقى شاطرة في أنه تجارة؟ تجارة برية ولا تجارة بحرية؟ أكيد يا مستر تجارة بحرية، بيع وشراء عن طريق المراكب التجارية. إذا لازم تعرف إن المدن الساحلية كانت متخصصة في التجارة البحرية، لأن كان عندهم مواني عند الرؤوس الداخلية للبحر. مستر يعني إيه مواني عند الرؤوس الداخلية؟ حبيبي المينا عبارة عن مرسى للسفن. مينا، المينا ده بيتعمل عند حاجة اسمها الرؤوس الداخلية، يعني سيادتك حتة أرض كده بتبقى داخلة جوه المية عشان ننزل عليها البضائع، وحواليها بتقعد السفن. يبقى ركز، أنا يهمني تعرف إن في المدن الساحلية هم برعوا في التجارة البحرية، والتجارة البحرية بسبب وجود المواني. طب زي مين يا مستر؟ أهو زي سور، زي صيدا، زي أغاريت، زي حيفا، زي قرطاج برضو. تاني ركز، المدن الساحلية برعت في التجارة البحرية. طيب المدن بقى اللي مش على البحر، اللي مش على الساحل، زي مثلا مدينة بعلبك. خليك عارف، طالما المدينة مش على الساحل يبقى أكيد مش هيبقى عندها تجارة بحرية. طب يا مستر ما عندهاش تجارة خالص، بالعكس دول تخصصوا في التجارة البرية. مستر يعني ايه تجارة برية؟ يعني بيع وشراء عن طريق البر، ملهوش علاقة بالبحر أبدا. ده أنا عايز أقول لك إن مدينة بعلبك دي كانت عبارة عن منطقة كل القوافل لازم تعدي عليها، سواء جاية من آسيا أو من أفريقيا هتعدي على بعلبك دي. عشان كده بعلبك سيطرت على القوافل التجارية اللي جاية من آسيا ومن أفريقيا. خلاصة الكلام، أنا عندي نوعين من التجارة، عندي تجارة بحرية وعندي تجارة برية. التجارة البحرية سيطرت عليها سمعني بقى المدن الساحلية، بينما التجارة البرية سيطرت عليها المدن الداخلية. طيب خليني بقى قبل ما انتقل معاك لجزئية تاني أسألك سؤال. طالما بقى بنتكلم على التجارة والتواصل الحضاري ما بين البلاد، خليني أسألك سؤال كده يجي في بالك. مستر لو سمحت، هي إيه طرق التجارة اللي كانت موجودة زمان؟ هو زمان كان في طرق تجارة، بص دلوقتي في تجارة إلكترونية صح؟ في تجارة ممكن عن طريق الطيارات، البضائع بتاعك تروح عن سيادتك، شحن يجي لك عن طريق الطيارات. سيادتك السؤال، طرق التجارة زمان يا مستر كانت ايه؟ لازم تعرف ان زمان طرق التجارة كانت 3 بس. بص حضرتك كده اهو، انا هكلمك ان زمان اهو طرق التجارة كانت 3، او معابر التواصل بين الحضارات. الحضارات كانوا بيتواصلوا عن اي حضاره، يعني مثلا الحضاره الاوروبيه عايزه تتواصل مع الحضاره مثلا في بلاد افريقيا، في بلاد اسيا، هم 3 طرق ما عندناش غيرهم. اهو ايه ال3 طرق اللي كانوا عندنا؟ بص سيادتك، طرق التجاره اهم كانوا 3، ممكن تكتب عندها او معابر التواصل الحضاري. واحده عن طريق البر اللي هي شبه جزيره سيناء، أو أقدر أقول لك ساحل البحر المتوسط، وأقدر كمان أقول لك ساحل البحر الأحمر. يبقى عندي 3 معابر للتواصل الحضاري: شبه جزيرة سيناء، منطقة سيناء، لأن لو أنت عارف منطقة سيناء هي منطقة تواصل ما بين كذا قارة. لو أنت عارف قارة أفريقيا وقاره اسيا شبه جزيره، يعني حته بتاعت سينا ديت على فكره كان فيها عراك زمان، ناس تقول لك لا دي بتاعت افريقيا، ناس تقول لك لا لا دي بتاعت اسيا. عشان كده منطقه سينا منطقه لبش، منطقه مناورات، منطقه عراك، لان هي منطقه تواصل حضاري. ساحل البحر المتوسط وساحل البحر الاحمر. يبقى انا عندي 3 معابر للتواصل الحضاري: شبه جزيره سينا، ساحل البحر المتوسط، ساحل البحر الاحمر. ارجع تاني وافكرك، انا عندي نوعين من التجاره في بلاد فينيقيا، عندي تجاره بحريه وعندي تجاره بريه. التجاره البحريه اللي هي عن طريق البحر، مدن ساحليه. التجاره البريه اللي هي عن طريق البر، المدن الداخليه. طب يا مستر هتكلمني عن ايه تاني؟ تعالى هتكلم معاك في نقطه في الاخر كده عن حاجه اسمها المثلث الحضاري، بس في الاخر خالص. تعالى بقى اتكلم معاك برضو عن التصدير. هل يا مستر بلاد فينيقيا كان عندها تصدير؟ مبدئيا عايز اقول لك معلومه ليك انت، طالما البلد فيها صناعه وصناعه متقدمه متطوره، يبقى اكيد هيبقى عندها تصدير، لانها عندها فائض.
الفينيقيين كانوا بيستخدموا المصنوعات بتاعتهم، وكان عندهم زياده، فكانوا بيصدروا حاجتين: بيصدروا المواد الخام وبيصدروا المصنوعات. مستر يعني ايه المواد الخام؟ مواد خام يعني حاجه ما اتصنعتش، مصنوعات يعني مواد خام اتصنعت. يعني مثلا الجاكيت ده، لا ده اسمه مصنوعات. طب لو انا صدرت الجاكيت يبقى انا صدرت المصنوعات. طب انا لو صدرت مثلا القطن نفسه، الحرير نفسه، الخيط نفسه، يبقى انا صدرت ماده خام. السلاح السلاح ده مصنوع. طب لو انا صدرت الحديد يبقى الحديد ده ماده خام. يبقى تعال نتفق على اتفاق: هم صدروا حاجتين، صدروا المواد الخام اهو، هم صدروا المواد الخام وصدروا المصنوعات. مواد خام زي الخشب اللي جابوها من الجبال، زي المعادن اللي جابوها من غرب البلاد، زي الأصباغ اللي جابوها من القواقع. تاني، صدروا الخشب اللي جابوه من الجبال زي جبال لبنان، المعادن اللي جابوها من غرب البلاد، الأصباغ اللي جابوها من القواقع. دي الحاجات الخام اللي صدروها. طب يا مستر ايه المصنوعات اللي صدروها؟ كانوا بيصنعوا الأواني، سواء بقى أواني فخارية أو أواني معدنية. كانوا بيصنعوا الأسلحة، كانوا بيصنعوا الثياب. يبقى مبدئيا عايزك تعرف ان الحضاره الفينيقيه تقدمت جدا في موضوع التصدير. تاني، تصدير يعني ايه؟ يعني انا صنعت حاجات وعندي فائض، خلاص استخدمت الاسلحه، وعندي زياده استخدمت الثياب، الشعب بتاعي استخدم الثياب بس عندي زياده فنروح مصدرينها. تعالى بقى نتكلم مع بعض ونختم في حاجه اسمها التواصل التجاري بين مصر وبلاد فينيقيا. سؤال: هل احنا كمصريين كان لنا أي نوع من أنواع التواصل، كان لنا أي نوع من أنواع التبادل التجاري مع بلاد فينيقيا؟ عبر التاريخ المصري القديم كان في تواصل بيننا وبينهم. مع بلاد الشام. خليني أقول لسيادتك، بص أنا هكلمك عن التواصل التجاري في عصر الدولة القديمة، وعصر الدولة الحديثة، وعصر الدولة المتأخرة. بص يا سيدي، في عصر الدولة القديمة، لو انتوا عارفين خدتوا الترم الأول حاجة اسمها حجر باليرمو. فحجر باليرمو ده احنا لقينا على الحجر ده لقينا معلومة مهمة جدا. لقينا ان الملك سنفرو بعت 40 سفينة لفينيقيا واخد منهم خشب الارز. تاني، الملك سنفرو بعت 40 سفينة، الملك سنفرو بعت 40 سفينة لبلاد فينيقيا، بلاد فينيقيا، واخد منهم خشب الارز. ليه بيستخدم؟ هيعمل ايه؟ يعمل الخشب ده يستخدمه في المعابد، يستخدموا في حاجات كتير جدا. الكلام ده عرفناه من حجر باليرمو. خد بالك تاني، حجر باليرمو عرفنا منه اللي عمله الملك سنفرو ده في الدولة القديمة. طبعا مستر في الدولة الحديثة الملك رمسيس الثاني. الملك رمسيس الثاني هتعرف دلوقتي قدام شوية في التواصل العسكري والحربي ان كان ليه علاقة كبيرة جدا ببلاد فينيقيا. بس خليني اقول لك في الناحية التجارية الملك رمسيس الثاني فتح اسواق، عمل تجارة معاهم، عمل تبادل تجاري معاهم، بيع وشراء. طيب في عصر المتأخر الملك نخاو ده من الأسرة 26. مستر ممكن أعرف الملك نخاو ده عمل إيه؟ الملك نخاو ده يا سيدي استعان بالبحارة الفينيقيين، راح لبلاد فينيقيا قال لهم أنا عايز من عندكم بحارة. يعملوا إيه؟ يلفوا معايا حوالين قارة أفريقيا. يعملوا إيه برضو؟ يستكشفوا يستكشفوا حاجات جديدة، يستكشفوا مناطق جديدة، يفتحوا أسواق تجارية جديدة. يبقى سيادتك لازم تعرف إن أنا عندي التواصل على 3 أجزاء. أول جزء عندنا عصر الدولة القديمة، تاني حاجة عصر الدولة الحديثة، تالت حاجة العصر المتأخر. عصر الدولة القديمة الملك سنفرو، عصر الدولة الحديثة الملك رمسيس الثاني، وده هتكلم عنه في التواصل العسكري. عصر المتأخر ده كان الملك نخاو، وسيادتك ده اللي استعان بالبحارة الفينيقيين وداروا حوالين أفريقيا، وتقريبا استمرت 3 سنين. ده كده بالنسبة الحياة الاقتصادية في بلاد فينيقيا. عايز بقى أقول لك حاجة مهمة. لو سيادتك ركزت معايا، احنا خدنا في الدرس ده الحضارة بتاعت فينيقيا، والدرس اللي فات الحضارة بتاعت العراق، والترم الأول انتوا أخدتوا حضارة مصر. يبقى خد بالك دول 3 حضارات. سيادتك احنا لو رسمنا المثلث ده كده، أهو، لو ده المثلث الحضاري خد بالك هتلاقي رأس المثلث فينيقيا، حضارة فينيقيا. يمين المثلث حضارة بلاد العراق القديم، شمال المثلث حضارة مصر القديمة.
وكلهم بيستقروا على شبه الجزيرة العربية. لو سيادتك رجعت الخريطة كده هتلاقي لو ده حضارات العالم القديم، الحضارات القديمة اللي اتكلمنا عنها، فينيقيا هي رأس المثلث الحضاري، يمينها شرقها حضارة بلاد العراق، أو غربها حضارة مصر، وكلهم مستقرين على حضارة شبه الجزيرة العربية. دول اسمهم الحضارات القديمة أو المثلث الحضاري. يبقى خد بالك احنا اتكلمنا هنا عن الحياة الاقتصادية، أفكرك، زراعة، صناعة، تجارة، تواصل، اتكلمنا عن التصدير، واتكلمنا عن تربية الحيوان. ده كده بالنسبة يا سيدي للجزء اللي احنا عايزين نتكلم فيه في البداية، اللي هو الحياة الاقتصادية. طيب تعالى ننتقل لجزئية تانية، هنتكلم مع بعض عن حاجة اسمها الحياة السياسية. تعالى بقى اتكلم معاك عن الحياة السياسية في بلاد فينيقيا، واحنا مقسمينها لحتتين بس يا سيدي. بص، هكلمك عن نظام الحكم في هذه البلدان، ثم هكلمك على التواصل السياسي والعسكري ما بيننا احنا كمصريين وما بين بلاد فينيقيا. مبدئيا كده تعالى نتكلم عن نظام الحكم. مستر نادر لو سمحت، هو نظام الحكم في بلاد فينيقيا كان شكله ايه؟ يعني كان ملكي ولا جمهوري ولا رئاسي؟ كان عندهم وحدة ولا ما عندهمش وحدة؟ مبدئيا كده سيبني اقول لك معلومة مهمة جدا، ان بلاد فينيقيا الحكم فيها كانت مدن مستقلة مبدئيا كده. عايزك تعرف انها كانت عبارة عن مدن مستقلة. مستر يعني ايه مدن مستقلة؟ يا راجل ده نزعل منك، يا راجل حرام عليك. فاكر الخميس اللي فات، الحصة اللي فاتت، لما خدنا الدويلات السومرية؟ مش كانت كل دويلة مستقلة عن التانية؟ ليها الحاكم بتاعها، وليها الشعب بتاعها، وليها الحكومة بتاعتها. نفس الكلام كانت المدن في بلاد فينيقيا، سور لوحدها، صيدا لوحدها، أغاريت لوحدها، بص كل واحدة غير التانية، كل واحدة ليها حاكم. إذا كانت مدن مستقلة شبه الدويلات السومرية، ممكن تكتب كده شبه الدويلات السومرية، بس في فرق واحد. الدويلات السومرية كانوا بيعتدوا على بعض، كان كل واحد بيضرب التاني، كانوا عايزين يسيطروا على بعض. أما بلاد فينيقيا ما كانش فيه الكلام ده. المدن الفينيقية كانت كل دولة مستقلة بس في حالها، كل دولة كانت مركزة مع نفسها، كل دولة كانت مركزة على مصالحها. ليه يا مستر؟ لأن هما كانت دولة بتعتمد على التجارة، والتجارة مش عايزة عراك. يعني مبدئيا أنا وأنت بنتعارك والدنيا متكهربة في الشارع، مش هينفع ننزل نبيع ونشتري، هنتسرق أنا وأنت. لكن في بلاد فينيقيا هم كانوا بيفضلوا الاستقرار على الاستقلال. كانوا مش عايزين يبقوا كلهم حاجة واحدة، مش يلا كلنا نستقل ونتحد ونبقى شيء واحد، لا، هم كانوا بيفضلوا الاستقرار السياسي، لان ده بيساعدهم في موضوع التجارة. يبقى نقول تاني الحتة دي، كانت المدن الفينيقية مدن مستقلة، بس كان بينهم تنافس تجاري، بس ما فيهوش اعتداء على بعض. تاني، تنافس تجاري بس من غير اعتداء. ولازم تعرف ما كانش فيه اي اعتداء، والسبب سبب تجاري، زي ما قلت لك ان هم كانوا بيفضلوا الاستقرار السياسي على ان يكون لهم وحده، بس لازم نعمل عركه، لا، هم ما كانوش عايزين الكلام ده. طيب مستر لو سمحت، نظام الحكم بقى نفسه كان ايه؟ ملكي، جمهوري؟ لازم تعرف ان احنا هنتكلم على حتتين. هتكلم معاك على المدن الشرقيه، المدن الشرقيه بقى اللي هي زي سور وصيدا والكلام ده، لازم تعرف. وهتكلم معاك عن المدن الغربيه زي قرطاج. اولا المدن الشرقيه سيادتك كده كان الحكم فيها شبه ديمقراطي. مستر يعني ايه شبه ديمقراطي؟ بص، يعني ملك، الملك اهو ملكي، لا بس ملكي، والملك سلطته مقيده شويه بكلام الشعب. مش فاهم يا مستر نادر؟ احنا عندنا في مصر كان الحكم يا جماعه ملكي مطلق. الفرعون كان حاكم البلد وصاحب البلد واجدع واحد في البلد وارجل واحد في البلد، واللي يقوله في البلد يمشي، وهو الاله بتاع البلد وكلنا نتعبد. ده في مصر كان ملكي مطلق. اما في بلاد فينيقيا كان الحكم شبه ديمقراطي. يعني ايه شبه ديمقراطي؟ يعني كان في ملك بس سلطته مقيده شويه. مستر مين اللي بيحكم؟ تعال اقول لك شكل هيئات الحكم. بص، اول حاجه الحاكم او الملك، وده كان بيختار بالوراثه، يعني بنختار الملك ده وهو بقى يقعد يورث لعياله الحكم. يبقى اول حاجه الحاكم او الملك. بعديه مجلس الشيوخ، ده اللي بيعاونوا الملك. مستر ايه مجلس الشيوخ؟ مجلس الشيوخ ده اللي بيحط التشريعات والقوانين. بعد كده مجلس النواب، وده بيبقى من الاغنياء. طب مجلس النواب ده بيعمل ايه؟ برضه بيساعد الملك في الحكم. يعني الملك لما يجي يحكم سيادتك بيبقى معاه مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وكمان معاه الكهنه رجال الدين. مستر استنى،
يعني رجال الدين كانوا موجودين في نظام الحكم، اذا كانوا بيلعبوا دور سياسي. يبقى اقدر اكتب هنا كده سيادتك عند الكهنة يبقى تعددت ادوارهم اهو، تعددت ادوارهم. مش ديني بس، لا ده ديني وسياسي. ركز في الحتة دي بعد اذن حضرتك. يبقى سيادتك اتكلمنا عن المدن الشرقية، واتكلمنا ان نظام الحكم كان شبه ديمقراطي، والحكم كان الملك، وبعد كده مجلس الشيوخ، وبعد كده مجلس النواب، وبعد كده اخر حاجة الكهنة. طيب اما في المدن الغربية زي مدينة قرطاج، خليني اقول لك ان مدينة قرطاج نظام الحكم فيها اختلف شوية، وكان نظام جمهوري. بص ده شبه ديمقراطي، ده بقى اللي ديمقراطي بجد، ده نظام ديمقراطي. مستر هو يعني ايه ديمقراطية؟ بص حبيبي، الديمقراطية هي كلمة مقسومة لحتتين، اللي هي ديمقراسي او ديمقراط. ديمقراط اللي هو حكم الشعب، ديمقراط هو حكم الشعب، حكم الأغلبية. ايه ده مستر؟ يعني قرطاج زمان كان الحكم فيها حكم الشعب؟ كانوا يعملوا انتخابات ويختاروا رئيس للجمهورية، وفضل الكلام ده لحد ما سقطت قرطاج على يد الرومان. نقول تاني، يبقى نظام الحكم انا خدت حاجتين، خدت نظام الحكم في المدن الشرقية وخدت نظام الحكم في المدن الغربية. في المدن الشرقية كان نظام الحكم شبه ديمقراطي، بينما المدن الغربية زي قرطاج كان الحكم فيها ديمقراطي أو جمهوري. طيب مستر نادر، هل كان في أي تواصل ما بيننا وما بين حضارة بلاد فينيقيا في الناحية السياسية والعسكرية؟ طبعا، ودي نقطة في غاية الأهمية. استأذنك كده اكتب لي على النقطة دي، مهمة جدا جدا. بص يا سيدي، دي من أهم النقط اللي عندنا، اللي هي التواصل السياسي والعسكري مع بلاد فينيقيا. مبدئيا كده لو سيادتك بصيت على الخريطة، بلاد الشام قريبة مننا مش بعيدة، بلاد الشام قريبة مننا، فاحنا كنا دايما مرعوبين وخايفين ان يجي لنا اعداء من بلاد الشام. لو تفتكر اخدتوا الهكسوس، طب ما الهكسوس دخلوا لنا عن طريق بلاد الشام اللي هي القبائل الاسيوية دي. مبدئيا عايزك تعرف احنا كمصريين عبر التاريخ كنا مرعوبين من الحتة بتاعت الشام دي، خايفين، مش خايفين من قوتها، خايفين انها تدخل لنا اعداء، خايفين انها ما تبقاش مؤمنة فالعدو يدخل لنا بسهولة. فسيادتك عشان كده عبر التاريخ كان بيحاول الملوك الفراعنة المصريين ان هم يأمنوا حدودنا من بلاد الشام، عشان كده عملوا حملات عسكرية كتير يأمنوا حدودنا، بنوا القلاع والحصون المصرية هناك. انت عايز تقول لي ايه يا مستر؟ عايز اقول لك ان احنا كمصريين كنا بنحاول نسيطر على بلاد الشام، بس خد بالك السيطرة هنا مش بغرض ان احنا نحتلهم، ولا السيطرة هنا بغرض ان احنا ناكل اكلهم، ولا ان احنا ناخد خيراتهم، ولا ان احنا ندمر بلادهم. احنا كنا عايزين نأمن نفسنا. يعني بص، ادي بلاد الشام وادي مصر، لو في عدو دخل في بلاد الشام يبقى هيجيلي، فانا عايز أأمن بلاد الشام. عايز أأمن بلاد الشام ليه؟ عشان أأمن نفسي. عشان كده بقول لسيادتك اهو، عبر التاريخ حاول المصريين تأمين نفسهم وحدودهم عبر بلاد الشام والسيطرة عليها، بس خد بالك ليس بهدف استعماري، لكن عشان تبقى خط الدفاع الأول عن مصر، يعني بالبلدي أأمن أهو، أمن البلاد. ركز كده تاني، احنا ما كناش رايحين نسيطر على بلاد الشام لان احنا خايفين منهم، ولا لان احنا عايزين ندمر بلادهم، احنا عايزين نأمن نفسنا لكي تصبح بلاد الشام خط الدفاع الاول عن مصر. طيب يا مستر، ممكن تقول لي مين الملوك اللي حاولوا يعملوا كده؟ بص يا سيدي اهو، انا جاي اكلمك عن 3 ملوك، جاي اكلمك عن رمسيس الثاني، عملاق، جاي اكلمك عن تحتمس الثالث، جاي اكلمك عن اللي خربها اخناتون. مبدئيا عايزك تعرف ان رمسيس الثاني، انتوا اكيد اخدتوا ان رمسيس الثاني عمل معركه قادش، موقعة قادش مع الحيثيين تبع بلاد الشام وسيطر عليهم. شفت، انا عايز اقول لك اهو ان احنا عايزين نسيطر على بلاد الشام. يبقى رمسيس الثاني اللي هو في الاسره ال19 اهو عمل معركه قادش وعمل معاهده سلام، اللي هي اول معاهده سلام سيادتك مع الحيثيين. وافكرك ان هو هنا اتجوز بنت الملك الحيثي وجاب لها الاله عشتار، فاكر الكلام ده؟ وعلى فكره دي اول معاهده سلام. وعلى فكره رمسيس الثاني كان جبروت، هو اللي عمل العركه وهو اللي دمرهم وهو اللي راح عرض عليهم الصلح. فاهم اللي هو ايه؟ افتراء بقى، اللي هو ايه؟ انا هديك على قفاك وانت بتعيط وانا اللي هصالحك. فاهم اللي هو انا بعمل كل حاجه. ده رمسيس الثاني. تاني واحد عندنا تحتمس الثالث.
تحتمس الثالث اللي برضه عمل معركة مجدو، برضه معركة مجدو تبع بلاد الشام، برضه عشان يأمن نفسه. تاني عمل المعركة دي عشان يأمن نفسه. آخر واحد إخناتون. مبدئيا إخناتون هو اللي ضيع نفوذ المصريين في سوريا. احنا كنا مسيطرين على بلاد الشام، على سوريا، لكن اللي ضيع النفوذ بتاعنا هو إخناتون. ليه يا مستر ضيع نفوذنا؟ أولا إخناتون ضيع نفوذ المصريين في حاجات كتير سياسية، وشؤون السياسة هي ما كانتش في باله أصلا. ليه؟ لأن إخناتون أصلا لو أنت فاكر كان أغلب اهتماماته أو كل اهتماماته اهتمامات دينية، عبادة الإله آتون، الدعوة للتوحيد، القضاء على كهنة الإله آمون، يلا نوحد الآلهة في إله واحد، يلا نعبد كرسي الشمس، وكان بيقعد يتغنى بأناشيد لكرسي الشمس. عايزك تعرف إن في عهد إخناتون ضاع النفوذ المصري في سوريا. ليه؟ اكتب بقى كده، بسبب اهتمامه بالشؤون الدينية وإهماله للشؤون السياسية. يبقى سيادتك أنا اتكلمت على التواصل في 3 مراحل. مرحلة بتاعت رمسيس الثاني، المرحلة الثانية بتاعت تحتمس الثالث، المرحلة الثالثة بتاعت إخناتون. بفكر سيادتك إن إحنا كل ده ما كناش بنعمله بغرض احتلال، إحنا كل ده كنا بنعمله علشان نأمن حدودنا وتبقى الشام خط الدفاع الأول عن مصر. ده كده بالنسبة للحياة السياسية أو الحياة العسكرية في بلاد فينيقيا. طيب تعالى بقى ننتقل لحاجة جديدة، وهنتكلم مع بعض عن الحياة الدينية في بلاد فينيقيا. وزي ما انت شايف كده يا سيدي، أنا قسمتها لك تقسيمة حلوة قوي. قسمتها لك، هنتكلم عن خصائص الحياة الدينية نفسها، ثم هكلمك عن المعبودات اللي هم عبدوها، ثم هكلمك عن المعابد نفسها، ثم هكلمك على التواصل الديني. مبدئيا كده، هل الشعب الفينيقي كان شعب متدين؟ كانوا بيعبدوا ايه؟ بص انا عايزك تركز كده، هتكلم في 3 كلمات: عبادة وتقديس وتصوير. لازم تعرف ان الفينيقيين زي اي شعب من الشعوب القديمه عبد الظواهر الطبيعيه، الشمس والقمر والكواكب والنجوم، ويعبدوا الطاقه بتاعت الرياح والبرق والرعد، هي دي الظواهر الطبيعيه. عبدوا الحيوانات. يبقى اول حاجه عايزك تعرفها ان هم عبدوا الظواهر الطبيعيه. تاني حاجه عايزك تعرفها ان هم قدسوا قوى الخصب والنماء، ودي جديده شويه. ايه قوى الخصب والنماء؟ مبدئيا خصب ونماء، خصب الارض تتخصب، نماء يعني الزرع بينمو. عايز اقول لك حاجه، ارض مصر ارض طيبه، ارض زراعيه، تحط فيها البذره تنمو بسرعه ولا فيها اي كلام. عشان كده ارض خصبه، ارض فيها نماء. اما في بلاد فينيقيا لو انت فاكر قلت لك هي ارض جبليه، هم كانوا بيعتقدوا ان في آلهة وفي قوة هي اللي بتطلع النبات من قلب الجبل، هي اللي بتعمل خصب ونماء. عشان كده عبدوا قوى الخصب والنماء. ولازم تعرف ان هم صوروا المعبود في صور بشريه. يعني ايه صوروا المعبود في صور؟ يعني مثلا كانوا بيعبدوا مثلا الشمس، بيعملوها شكل بشر، يدوها شكل بشري. يعبدوا مثلا كانوا بيعبدوا مثلا الهواء، يعملوه على شكل انسان. يعبدوا مثلا الخصب والنماء، طب ما دي حاجه مش انسان، هم يصوروها في شكل انسان. يعبدوا مثلا النجوم، يعملوا لها شكل انسان. يبقى خد بالك من 3 حاجات. اول حاجه عبدوا الظواهر الطبيعيه، قدسوا قوى الخصب والنماء. 3 حاجه اتكلمنا ان هم صوروا المعبودات الطبيعيه دي بس على اشكال بشريه. طيب مستر كانوا بيعبدوا مين؟ لا، آلهة كتير، آلهة كتير، زي الإله إيل، الإله بعل، الآلهة عشتار، الإله أدونيس. دي كلها آلهة عندهم، وكل إله كان متخصص في حاجة. يعني إيل ده كبير الآلهة عندهم، كبير الشؤون الدينية، ده الكبير، ده بص بقى إيه الباشا بتاعهم. الإله بعل، والإله بعل ده لازم سيادتك تعرف إنه رب الخصب والنماء، هو اللي أوحى أصلا للإنسان في ذهنهم إن الإنسان يحط البذرة على الجبل، والجبل ده الأرض الصعبة، لا ده إحنا هنديها روح، فالروح دي سيادتك تخصب وتنمو، الزرع اطلع، رب الخصب والنماء. وزوجة بعل هي الآلهة عشتار. خلي بالك عشتار دي أخدناها قبل كده، اللي هي ربة الحرب صح والحب، لكن هنا عشتار لا، برضو ربة خصب ونماء، وبتساعد زوجها الإله بعل. في اختلاف ما بين عشتار هنا وعشتار في بلاد العراق. وعايز اقول لك الاله ادونيس او اذون. مستر الاله ادونيس ده ايه؟ بص يا سيدي، في بلاد فينيقيا الحراره في الشتاء بتبقى ساقعه جدا جدا وتلج وحاجه مرعبه. شوف كده الصور في لبنان، تلاقي مثلا جبال لبنان كلها تلج في الشتاء، كلها مكسيه بالتلج. اول بقى ما التلج يبدا يسيح في فصل الشتاء، فصل الصيف، وتبدا الشمس تطلع
ده اسمه هنا انتصار الحراره على البروده، هو ده الاله ادونيس. يقول لك ده القوه بتاعت الاله ادونيس، هو قوه الشمس المتجدده بعد بعد موت اللي بيحصل في الشتاء. ان في الشتاء عندهم في لبنان زي ما بقول لك التلج بيبقى مرعب، كون ان الشمس تظهر مره ثانيه فده كان بالنسبه لهم فكره بقى الهيه اللي هو الاله ادونيس. يبقى خد بالك دي المعبودات بتاعتهم. الاله ايل قلت لك ده كبير الشؤون الدينيه، الاله بعل سيادتك ده رب الخصب والنماء وبتساعده زوجته الالهه عشتار، والاله ادونيس ده اللي بيتمثل في قوه الشمس المتجدده بعد موت الشتاء. طيب مستر نادل لو سمحت هتكلمني عن ايه تاني؟ عن المعابد. لازم تعرف ان المعابد في بلاد فينيقيا في الاول كانت صغيره وبسيطه، شويه خشب كده نعمله معبد للاله وخلصنا، لكن بعد كده تطورت واصبحت قمه في الروعه وقمه في الجمال وقمه في الاحترافيه الفنيه، هنتكلم عنها كمان شويه في العماره. يبقى سيادتك لازم تعرف ان المعابد كانت في البدايه بسيطه لكنها تطورت واصبحت قمه في الروعه. طيب مستر هتكلمني عن اخر حاجه هتكلم معاك فيها التواصل الديني بين مصر والعراق. مستر هو كان في فعلا تواصل ديني بيننا؟ يعني كان في نقاط مشتركه ما بيننا كمصريين وما بين بلاد فينيقيا؟ لازم تعرف ان هم خدوا مننا عادات الدفن. احنا كمصريين لما كنا بندفن فاكر نحط مثلا سيادتك مع المتوفي ايه؟ الاكل والشرب واللبس بتاعه اعتقادا مننا في البعث والخلود والحياه بعد الموت. فسيادتك لازم تعرف ان هم خدوا مننا عادات الدفن دي، بس هما ما اتكلموش خالص عن الحياة بعد الموت. يعني احنا ما عندناش معلومات عن الحياة بعد الموت. بص، مصر القديمة اتكلمت عن الحياة بعد الموت، العراق قلنا الحياة بعد الموت كانت غامضة، لكن هنا هما ما اتكلموش اصلا، ما قالوش اي حاجة. وبرضو عايزك تعرف ان كانت في قصة الاله بعل. بص، لو انت عارف قصة ايزيس واوزوريس وصراع الخير والشر، عندهم قصة مشابهة ليهم مع الاله بعل برضو وصراع الخير والشر عندهم. يبقى سيادتك المطلوب منك في الحتة تعرف معلومتين بس، ان التواصل الديني بين مصر والعراق اول حاجة عادات الدفن، وضع بقى الاكل والشرب مع المتوفي اعتقادا منهم في البعث والخلود، وقصة الاله بعل اللي هي بتتشابه مع قصة الاله ايزيس واوزوريس. يبقى بفكرك تاني، اتكلمنا عن خصائص الحياة الدينية، واتكلمنا عن المعبودات، واتكلمنا عن المعابد نفسها، واتكلمنا عن التواصل الديني. ما تيجي بقى نحبس كده في سؤال محترم ونفكر فيه مع بعض. يلا بينا ناخد السؤال ده. السؤال بيقول يا سيدي، بيقول لك ايه؟ بيقول لسيادتك اي من المعبودات الآتية عند الفينيقيين ارتبط بشكل واضح بالنشاط الاقتصادي المتمثل في زراعة سفوح الجبال؟ بيقول لك مين في المعبودات دي كان مرتبطة بالنشاط الاقتصادي المتمثل في زراعة سفوح الجبال؟ مبدئيا كده تعال أفكرك إن الفينيقيين حولوا سفوح الجبال إلى مصاطب زراعية، صح؟ ومش طبيعي إن الجبل بيتزرع. لو أنت فاكر أنا قلت لك ده كان مرتبط بقوة عندهم اسمها قوة الخصب والنماء. طيب مين هنا يتناسب مع الكلام؟ لا مش إيل وبعل، هي بعل وعشتار، صح؟ بعل وزوجته عشتار هم آلهة وأرباب الخصب والنماء. الخصب والنماء عندهم كان طبعا الإله بعل وزوجته الإله عشتار اللي كانت بتساعده. طبعا أدونيس ده ملوش علاقة، أدونيس ده القوة المتجددة، ولا في هنا الكلام عن إيل اللي هو كبير الآلهة. ما تنساش ان انا قلت لحضرتك ان سفوح الجبال اتزرعت، هم هنا كانوا مقتنعين ان دي قوة خارقة، ان دي قوة إلهية، ان دي منحة ربانية. ليه؟ لان مش طبيعي ان الجبل يتزرع، عشان كده شافوا ان في قوة اسمها قوة الخصب والنماء. ده كده السؤال بتاعنا، يلا بينا نكمل. تعالى بقى يا سيدي بعد ما حلينا مع بعض السؤال ده ندخل في الحياة الاجتماعية. طبقات المجتمع يا عمنا، هل المجتمع كان فيه مساواة؟ مبدئيا هقول لك تاني لازم تعرف مفيش أي شعب من الشعوب القديمة عرف فكرة المساواة. يا جماعة فكرة المساواة دي فكرة مستحدثة، دي فكرة نشأت مع الدين، فكرة جديدة. فكرة المساواة بين الطبقات ده ما كانش موجود. المجتمع الفينيقي كان مجتمع طبقي، طبقة عليا وطبقة سفلى وطبقة متوسطة. طب يا مستر لو سمحت، مين في الطبقة العليا؟ أعلى ناس في البلد أهم يا سيدي، الوزير، طبعا الحاكم ده فوق الكل يعني، النبلاء، الناس الشرفاء، الناس اللي من العائلات الأغنياء، الناس اللي من الأسرة الحاكمة. الأغنياء طبعا دايما القوة المالية بتسيطر. رجال الدين، وقلت لسيادتك رجال الدين موجودين هنا في الجزء الأعلى لأن هم ليهم أدوار كتير، دور ديني ودور إداري ودور سياسي. التجار، لأن أنا قلت لسيادتك إن حضارة بلاد فينيقيا هي أصلا حضارة تجارية، يبقى ده أعلى الهرم الاجتماعي، يبقى أعلى ناس في الهرم الاجتماعي هم. طيب تحتيهم على طول في الطبقة المتوسطة أو الوسطى أصحاب المهن والصناعات
والموظفين. أصحاب المهن، واحد شاطر في مهنة حداد، واحد مثلا زارع، واحد صانع، واحد عنده تجارة، عنده مهنة، واحد موظف شغال مثلا شغال في قصر الملك، شغال كاتب، شغال بيسجل المعاملات التجارية. أما أقل ناس في البلد كانوا العبيد والخدم. دول أقل ناس، أقل ناس العبيد والخدم. يبقى سيادتك لازم تعرف إن المجتمع الفينيقي كان مجتمع طبقي. وعايز سيادتك تعرف إنه لم يعرف المساواة، ما كانش عنده أي نوع من أنواع المساواة زي أي مجتمع قديم. طيب ده كده بالنسبة للحياة الاجتماعية في بلاد فينيقيا. مستر هتكلمنا على ايه؟ تعالى نتكلم مع بعض بقى عن جزء في غاية الأهمية، وهكلمك عن الحياة الثقافية والفكرية. وهنا عايزك تصحى، لأن احنا جايين نتكلم عن أول أبجدية في التاريخ. في الحياة الثقافية أنا جاي أكلمك عن أول كتابة أبجدية. مستر أنت كلمتني على الكتابة المسمارية، أنا قلت لك كتابة مسمارية ما ينفعش أقول عليها أبجدية. الكتابة المسمارية ما ينفعش أقول عليها أبجدية، لكن أول كتابة هجائية، أول أبجدية كانت الأبجدية الفينيقية. فإحنا جايين نتكلم عن أول أبجدية. هي حروف، وكانت متاخده من الشكل الهيروغليفي، بس كانت حروف ما كانتش صور، كانت حروف ورموز، وكانت 22 رمز، 22 حرف. وعايزك تعرف برضو ان ابتكار الكتابه كان بغرض تجاري. عملنا الكتابه ليه؟ اقول لك. بص يا عبد الرحمن، انا هشتري مثلا منك الكاميرا ديت، ماشي؟ فانت بتقول لي بكام الكاميرا دي؟ قلت لك مثلا انت بتقول لي الكاميرا دي ب 100,000 جنيه، فانا عايز اسجلها. مفيش وسيله للتواصل بيننا، صح؟ فاخترعنا ايه؟ الكتابه، عشان انا اكتب اني انا نادر اشتريت من عبد الرحمن كاميرا ب 800 جنيه في اليوم الفلاني، واديك انت ورقه وانا اخد ورقه. اذا هنا عملنا الكتابه بغرض ايه؟ بغرض تجاري، بغرض تسجيل المعاملات التجاريه، بغرض تسجيل السجلات بتاعت البيع والشراء. اذا يا فندم اهو اول ابجديه كانت بتتكون من 22 حرف، وهي مقتبسه من الهيروغليفيه. سيادتك كده الكتابه الابجديه، أول كتابة أبجدية كانت في حضارة فينيقيا. وعايزك تعرف إنها اتعملت بغرض اقتصادي. وطبعا عايزك تعرف بقى إن الكتابة ديت أو الأبجدية دي انتقلت بعد كده للإغريق بلاد اليونان، ومن الإغريق للرومان، ومن الرومان اللي هي بقى الكتابة اللاتينية تطورت لحد هنا، ومنها انتشرت الكتابة في كل أنحاء العالم. الكتابة بقى اللي هي الأبجدية، ومن هنا انتشرت الثقافة والتواصل الثقافي بين كل بلدان العالم بفضل الحروف الهجائية اللي عملها الفينيقيين. تاني، أول كتابة، أول أبجدية، أول حروف هجائية كانت موجودة في بلاد فينيقيا، وعن طريقها تم التواصل الثقافي من كل الحضارات القديمة، لأن الحروف ديت أخدوها الإغريق منهم، وبعد كده سلموها للرومان، والرومان سلموها للعالم كله. مستر ليه الرومان اللي سلموها للعالم كله؟ معلومة بس مش عليك. الإمبراطورية الرومانية كانت تقريبا بتحكم العالم كله، عشان كده دايما يقول لك كل الطرق تؤدي لروما، لان كل حته في اي حته في العالم كانوا بيعملوا طريق عشان يوصلك لروما. عشان كده الحاجه اللي وصلت للرومان هتوصل للعالم كله. الحضاره الرومانيه كانت بتحكم العالم كله. يبقى خد بالك، الكتابه الابجديه اول حروف ابجديه 22 حرف متاخدين من الهيروغليفيه، وهي اول ابجديه هجائيه. وسيادتك الابجديه وصلت للاغريق، ومن الاغريق للرومان، ومن الرومان للعالم كله. طيب مستر هتكلمني عن ايه تاني؟ تعالى اكلمك بقى عن التواصل الثقافي الفكري بين مصر وبلاد فينيقيا. هل احنا كمصريين لينا اي تبادل ثقافي مع بلاد فينيقيا؟ في مدينة عندهم اسمها مدينة جبيل او جبيل او جوبل زي ما تقولها، بس هي بتتكتب كده جبيل. مدينة جبيل دي كانت بتعتبر مدينة مصرية. ازاي يا مستر؟ دي مدينة عندهم في بلاد فينيقيا. بص يا سيدي، احنا جوه المدينة دي كانت عايش جالية مصرية، كانت عايشة جالية. مستر يعني ايه جالية؟ يعني مجموعة من الافراد المصريين سابوا مصر وراحوا هناك، كانوا بيعملوا تبادل تجاري معاهم، بس استقروا بقى هناك. قال لك احنا ايه اللي يرجعنا مصر تاني؟ ما نقعد بقى في بلاد لبنان ونستمتع بالجو الجميل وبالاشجار الجميله، ونسمع اغاني فيروز، ونسمع سيادتك التنوره والعصفوره والكلام الجميل بتاعهم ده. قالوا احنا هنقعد هناك. ما هو بلاد لبنان بقى وفيروز وايه واللطافه والعسل والجمال اللبناني والحاجات الحلوه دي. فهم قالوا احنا هنقعد هناك. وفعلا الجاليه المصريه دي قعدت هناك ونشرت الثقافه المصريه هناك. وعايزك تعرف ان في جبيل برضو ان الحكام بتوعها نقشوا اسمائهم بالهيروغليفيه. عارف سيادتك كده
عارف يا عبد الرحمن، لما سيادتك عايز تعمل ايه حركه روشنه، بدل ما تكتب اسمك بالعربي تكتبه بالانجليزي، صح؟ فانت هنا ده نوع من الروشنه. نفس الفكره، الحكام في مدينه جبيل كانوا بيسجلوا اساميهم بالهيروغليفيه كنوع من انواع بقى ايه الحرفنه، ان احنا عارفين لغه تانية وعارفين حضاره تانية. وعايز اقول لك ان هم خدوا شعارات ليهم ليها طابع هيروغليفي. يعني مثلا تلاقي مثلا الملك بتاع جبيل واخد رمز مثلا علامه عنخ عندنا، الملك التاني بتاع جبيل مثلا واخد رمز مثلا العصفوره اللي هي المصريه، الملك ده واخد رمز القطه المصريه. يبقى سيادتك عايزك تعرف ان مدينه جبيل بتعتبر مدينه مصريه لان فيها جاليه مصريه، والحكام بتوعها سجلوا اساميهم بالهيروغليفيه. وكمان عايزك تعرف الحته المهمه ان هم خدوا شعارات ليهم من الطابع الهيروغليفي. ده كده بالنسبة للحياة الثقافية الفكرية. بفكرك أول أبجدية كانت في بلاد فينيقيا اللي هي بتتكون من 22 حرف، واتكلمنا وقلنا لحضرتك إنها متاخدة من الهيروغليفية ثم انتقلت لبلاد الإغريق اليونان ومنها للرومان ومنها للعالم كله. أنظمة الكتابة في الزمن القديم كانت مزيج غريب بين الأصوات والرسوم. لما تشوف شيء مثل ذا أول ما يجي في بالك أن كل رمز يمثل صوت معين أو على الأقل مقطع صوتي، صح؟ هذا المتعودين عليه، هذا اللي تسويه أغلب أنظمة الكتابة حول العالم اليوم. لكن الأنظمة القديمة بشكل عام كانت تمزج بين 3 أشياء. الرمز الواحد إما يمثل صوت، فكرة أو كلمة. معظم أنظمة الكتابة في بدايتها تبدأ برموز لتمثيل الأفكار. أنا أحب العنب، الجو حار. إذا كان عندك مجموعة رموز متفق عليها لتمثيل أفكار معينة تقدر تدون كثير من المعلومات البسيطة، وهي هذا شيء نستخدمه إلى الآن. اطلع الشارع أو أي سوق وبتشوف الكثير من الرموز اللي تمثل أفكار معينة سهلة الفهم. تعال بقى نختم الدرس بتاعنا ونتكلم عن الحياة الفنية والجمالية في بلاد فينيقيا أو بلاد فينيقيا، قولها زي ما تقولها. خليني أتكلم معاك عن الحياة الجمالية الفنية في حتتين، هكلمك عن فن العمارة وهكلمك عن الفنون بوجه عام. خليني أكلمك أول حاجة عن العمارة. عمارة يعني مباني يا مستر؟ مستر هتكلمني عن إيه؟ هتكلم مع سيادتك عن أول حاجة القلاع، هكلمك عن القصور، هكلمك عن المعابد. خليني أبدأ معاك أول حاجة بالقلاع. القلاع والحصون والأسوار. هل الفينيقيين برعوا في بناء القلاع الحصينة؟ قال لك ولو سيادتك تفتكر نبوخذ نصر الثاني لما حاول يحتل أو يدخل مدينة سور ما عرفش بسبب أسوارها المنيعة. يبقى سيادتك عايزك تعرف إن القلاع دي وظيفتها حماية المدينة، ونبوخذ نصر الثاني ما قدرش يحتل سور بسبب أسوارها المنيعة. يبقى هم نجحوا في بناء القلاع والحصون والأسوار. تاني حاجة هكلمك عن القصور. هل يا مستر الفينيقيين برعوا في بناء القصور؟ لدرجة ان احنا لقينا في مدينة أوغاريت، ركز بقى كده، بقايا قصر ضخم زين بالفضة. يا مستر يعني تزين بالفضة، ما دي يعني أجمد حاجة، جامدين كده هم خطرين يعني. بص يا سيدي، خليني أقول لك إن الفضة كان معدن نفيس أكتر من الذهب لأن كان متوفر بشكل نادر، الذهب كان موجود أكتر. تاني، الفضة كان معدن نفيس ويتسم بالندرة، عشان كده كون ان احنا زينا المعبد بالفضة ده ثراء جامد جدا، يعني ده احنا جامدين اخر حاجة يعني. يبقى سيادتك في مدينة أوغاريت لقينا قصر، القصر ده تم تزيينه بالفضة. طيب هكلمك عن المعابد. فاكر المعابد لما قلنا في البداية كانت بسيطة ثم تطورت وأصبحت قمة في الروعة والجمال؟ يا سيدي، وكانوا بيستخدموا كتل ضخمة من الأحجار في بناء المعابد، وده بيدل على فنهم في العمارة. عارف انت الهرم عندنا عبارة عن قطعة حجر كده لازم تتشكل ولازم تتعمل، فده بيدل على فن كبير جدا في مجال العمارة. يبقى في العمارة اتكلمنا عن القلاع والحصون والأسوار مع بعض، اتكلمنا عن القصور، واتكلمنا عن آخر حاجة المعابد. طيب مستر بالنسبة للفنون برعوا في ايه تاني؟ عايز اقول لك برعوا في فن صناعة الحلي. مستر ايه الحلي؟ اي حاجة بنستخدمها في الزينة، العقود، الخواتم، الأقراط، الحلقان، السلاسل، كل ده يا فندم هم برعوا فيه. برعوا في فن النقش وفن النحت، وده كان موجود على التوابيت. عارف التوابيت بتاعت الموتى؟
برعوا فيها في النقوش والنحت عليها. إذا سيادتك باختصار كده، الحضارة الفينيقية كانت حضارة متقدمة جدا من الناحية الفنية. ومعلومة كده ليك، أغلب الشعوب اللي على البحر بيبقى ذوقها الفني راقي. البحر بيدي نوع من الذوق ونوع من الحس الجمالي كبير جدا. شوف كده الشعوب اللي على البحر كلها تلاقي الفن عندها راقي جدا. اليونان، إيطاليا، اسكندرية، الناس اللي على البحر دايما الفن عندهم راقي إلى حد ما. ده كده بالنسبة يا سيدي للحياة الفنية والجمالية. يبقى اتكلمنا من الأول على الحياة الاقتصادية، واتكلمنا بعد كده على الحياة السياسية اللي هي الحياة السياسية العسكرية، اتكلمنا على الحياة الفنية الثقافية، اتكلمنا يا سيدي على الحياة الاجتماعية، واتكلمنا على الحياة الجمالية والفنية. دي كده مظاهر الحياة في بلاد فينيقيا. تعالى بقى بعد ما خلصنا مظاهر الحياة في بلاد فينيقيا، طب ما تيجي نستمتع بشوية أسئلة كده، وما تبقاش بخيل وادعيلي في الكومنتات. واوعى تخلص الحلقة قبل ما تكتب الأسئلة اللي هتظهر لك في الآخر خالص، تكتب لي الإجابات تحت. ويا بخيل يا اللي ما بتدعيليش، احنا تعبانين في الفيديو بقالنا يومين 3، واظنك شايف التعب اللي في الفيديو، واظنك شايف كم الثراء اللي في الفيديو. اكتب الدعوة بتاعتك، ما تبقاش بخيل في الكومنتات. فتعالى كده ناخد السؤال. بيقول لك بالرغم من تأثر الفينيقيين قديما بالحضارة المصرية، إلا إن الاختلاف بينهما كان واضحا فيه. هو بيقول لك هم تأثروا بينا بس كان في اختلاف. يا ترى اختلاف في النظم الحكم السائدة، ولا في عبادة الظواهر الطبيعية، ولا القدرة على تدوين الأحداث، ولا الإيمان بالبعث والخلود؟ بص، أولا عبادة الظواهر ما كانش في بيننا وبينهم اختلاف. احنا عبدنا الظواهر وهم عبدوا الظواهر. البعث والخلود هما الاثنين كانوا بيؤمنوا بالبعث والخلود، احنا وهم، بدليل ان هم خدوا مننا عادات الدفن لو انت فاكر. تدوين الاحداث لا بالعكس، احنا الاثنين دوننا الاحداث. هو الفرق في نظم الحكم السائده. لو انت فاكر انا كنت قايل لحضرتك ان الحكم في مصر كان ملكي مطلق. فاكر الفرعون هو حاكم البلاد، صاحب البلاد، هو اللي يقبض على الارواح، هو اللي يسجن، هو اللي يؤمر، هو اللي ينهي. بينما لو انت فاكر قلت لك الكلام ده ما كانش موجود قوي في المدن الفينيقيه. لو انت فاكر كان الحكم شبه ديمقراطي، كان الملك مقيد شويه، عكس الحكومه المصريه القديمه. طيب تعال ناخد سؤال كمان. السؤال اللي وراه بيقول لك نستنتج من خلال تحليل معطيات الهرم الاجتماعي لفينيقيا ان وجود التجار او التجاره في قمه الهرم الاجتماعي يعود ليه؟ لو انت فاكر الهرم الاجتماعي بتاع فينيقيا كان فوق كده كان فيه التجار. طب ده بيدل على ايه؟ فوق خالص كانوا مع النبلاء والوزير والكلام ده. طيب ده بيدل على دورهم في اداره الحكم بالبلاد، النشاط الاقتصادي الرئيسي السائد للبلاد، ابتكارهم للابجديه الفينيقيه، تحقيق العداله والمواطنه. لا، طالما حطينا التجار في الاعلى، ده واضح كده ان التجاره دي مهمه قوي عندنا. طبعا، لان الشعب الفينيقي قلت لك اساس النشاط الاقتصادي التجاره. فالنشاط الاقتصادي السائد الرئيسي للبلاد هو التجاره. ولو انت فاكر انا قلت لك التجاره كانت هي الاساس لثلاث حاجات. لو انت فاكر الموقع بتاعهم، كثره التعريك ساعدت على بناء المواني. تالت حاجه توفر الاخشاب ساعد على بناء السفن. طيب السؤال اللي وراها بيقول لك ايه؟ بيقول لك اي من الصناعات الاتيه اكدت على وجود بيئه فيضيه طينيه في فينيقيا؟ يا ترى الزجاجيه ولا الفخاريه ولا المعدنيه ولا النسيجيه؟ اولا طالما بيتكلم عن طينه، الطينه هيتصنع منها الفخار. ما تنساش ان الصناعه الزجاجيه هم خدوها من المصريين وتفوقوا عليها. معدنيه عشان الثروه المعدنيه اللي عندهم، صنعوا حاجات كتير من المعادن. النسيجيه بقى ملهاش علاقه اصلا بالطينه الفيضيه. ده كده السؤال بتاعنا. يبقى احنا كده يا بطل حلينا مع بعض مجموعه من الاسئله. دلوقتي حالا هيظهر لك 3 اسئله، لازم سيادتك في الكومنتات تكتب لي الاجابات بتاعتهم. لان زي ما انا قلت في المقدمه، لو انت شفتهاش ارجع شوفها بتاعت الفيديو ده، ان احنا هنختار بشكل عشوائي خلال الفتره الجايه الناس اللي مجاوبه اجابات سليمه. بشكرك جدا 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 جدا. ما تنساش تدعي لي في الكومنتات وتسيب لنا الكلام الايجابي عشان تشجع اخواتك اللي هم بيطوروا في الفيديو، بيطوروا في الحصه وفي المونتاج، وبيطوروا في التصاميم، ان هم يدوا لك اكتر من كده. وما تنساش تكتب في الكومنتات الاجابات بتاعتنا، ونتقابل على خير الخميس الجاي. باي باي. بس كده يا سيدي، ودينا خلصنا الملحمة التانية. وزي ما وعدناك إن التاريخ مش مجرد حدوتة، لا دي متعة ودراما انت بتعيش جواها علشان تطلع بأكبر كم من الاستفادة. دلوقتي هيظهر لك 3 أسئلة لازم تجاوب عنهم في الكومنتات. وتنساش إن التاريخ مش بس بيتفهم، ده التاريخ ممكن يتشرب.
لا 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 ولا يفرق معايا. سيبك من حضاره ايه وبتاع ايه. طب اقول لك على حاجه، انا متربي من صغري على ان انا نبقى رقم واحد. انت عارفه وانا صغير ما كانوش بيودوني الحضانه، كانوا بيودوني الحضاره وحياه عشتار زي ما بقول لك كده. ايوه. لا احنا يا ستي سيبك من كارتة المواقع، ده احنا صبغنا من القواقع. ايوه. احنا كنا فنانين في العماره، مش مصدقاني؟ اسالي بواب العماره. ريس يا ريس، مصيبه وحلت علينا. مصيبه. طيب هكلمك بعدين. خير في ايه؟ مصيبه يا ريس. ايه يعني البحر الابيض وسخوه؟ يا ريت عرفوا ان احنا نقلنا اختراع الازاز من المصريين؟ يا ريت يا ريس يا ريت. شيرين رجعت لحسام حبيب؟ يا ريس شيرين ايه، احنا خلصنا خلاص، خلصنا. انت بتتكلم يا ابني في يا ايه؟ ريس الناس كلها دايره تتكلم سكوت فينيقيا. ايه؟ هي فينيقيا سقطت رغم انها مذاكره كويس. ما تقلقش، ما دام فيها سقوط هنكلم حد يلحقنا. هتكلم مين؟ هتكلم مين؟ هكلم نادر جورج. هتكلم نادر جورج؟ انت تعرفه؟ لا. استاذ نادر جورج، بس ده ريس هيتفلسف علينا قوي. مش مهم يكون مدرس العربي راجل عربي. ليه؟ نادر جورج رجل التاريخ.